مسابقة كبيرة على مستوى العالم كله لتحديد أقوى طالب على مستوى المدارس الثانوي، واللي هيفوز فيها باللقب هيحقق كل أحلامه. وكل المشتركين من الطلاب أقوياء جدا، وكل واحد بيطلع أحسن ما عنده عشان يكسب فيها ويفوز. يا ترى مين اللي هيفوز في المسابقة ويتغلب على كل الطلاب المتقدمين؟ ده اللي هنعرفه في ملخص انمي النهارده. حضر بابا مشروبك اللذيذ واشترك في القناة لو لسه جديد، ولا تنسى اللايك المتين اللي بيدعمنا كتير، مع تعليق منك كده يا جميل. وطبعا وأساسي تصلي وتسلم على رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. بتبدأ قصتنا بشلة قاعدين في جزيرة على البحر وبيعملوا مساج، وبيتصلوا بزعيم الحزب الحاكم بارك عشان بيبتزوه بقضايا فساد وحاجات ماسكينها عليه. وواحد فيهم بعد ما شاف صوره في كل الأخبار قال إنه خد أكبر من حجمه بكتير، وفجأة بتيجي عليهم عاصفة جامدة وطيرت الجزيرة اللي في دماغهم. وبعدها بنروح لبارك اللي بيتكلموا عليه وهو بيسأل السكرتيرة بتاعته عن آخر الأخبار إيه، وقالت له إن المفاوضات انتهت وإن المعلومات هتملى وسائل الإعلام في خلال ساعتين زي ما خطط بالظبط. وقال لها تمام زي الفل، وبيكون في وشم مميز على ايده وطلع هو اللي ورا الحادثة اللي حصلت للناس على الجزيرة. وبنروح بعدها لموري، وده شاب كحيان كان بيحلم بجده اللي بيقوله انه لازم يضحك علشان خلاص داخل المدرسة عشان يتعلم، ونصح انه لازم يكون ليه اصحاب كتير. وبيقوم مفزوع لما بيلاقي نفسه اتأخر والساعة بقت 7، فبينهار زينا كلنا والله بننهار لما بنلاقيها 7، وبياخد عجلته ويطير عشان اتأخر. ايه ده بيطير حرفيا لما كان هيشيل ست عجوزة في طريقه. والإعلانات بتقول إن النهاردة هتبدأ بطولة الفنون القتالية لكل الطلبة اللي في البلد، واسمها بطولة كبير الثانوية، وكل الطلبة اللي في المدينة متحمسين يتابعوا البطولة دي سواء على البث المباشر أو في الحلبات. المهم بنروح لهان، وده طالب في الثانوية بيشتغل في سوبر ماركت عشان يصرف على نفسه، وبعد ما خلص شغله بيشوف مرتبه لأنه محتاج عليهم فلوس تاني. كلنا محتاجين والله يا عم هان. وبنشوف مجموعة من الشباب لابسين لبس الكاراتيه وبيبقوا مستغربين هما ازاي ما تأهلوش للبطولة دي. وطلعت لهم بنوتة كيوت كده خالص وقالت لهم انها تايهة وعايزة تعرف طريق الحلبة دي منين، وطبعا العيال كلها ريلت عليها ووقفوا عشان يعرفوا الطريق منين. واضح ان هو ده اللي جابهم لورا. والبت عجبها عضلاتهم فطبعا ما صدقوا. وموري بيكون مفيص ومش قادر يسوق اكتر من كده من الجوع، وفجأة طلع له موتوسيكل في وشه وكان هيشيله. وبيلاقي ست عجوزة بتعيط له عشان اتسرقت وعايزاه يساعدها، فبيتخيل بقى انها حياتها بايظة واحفادها اللي هيتشردوا بسبب الحرامي ده، فبيفلق وراه عشان يجيبها لها وينقذ احفادها اللي في خياله دول. ايه الاوفر اللي انت فيه ده يا واد؟ والحرامي بيبص يلاقيه فاتح وراه وبيبقى مستغرب الواد ده عبيط ولا ايه، هو عايز يجيبني بالعجله. وموري ما سابهوش وحالف لا يجيبه، ونط عليه ونزل فيه عض وضرب لما كانوا هيتشلوحوا هما الاتنين. بس موري لحق نفسه ونط بالعجله بتاعته في طريق تاني. وبنرجع لشله الكاراتيه وبيكونوا لسه بيستعرضوا عضلاتهم قدام البنت الكيوت، وقالت لهم الله انا بحب الشباب الاقوياء قوي. وهوب فجاه موري بيخبطها وبيشيلها من الارض شيل، وبتقع على الارض ونضارتها بتتكسر. وقال لها معلش انا اسف وانه كان مستعجل. وفجاه لقينا البنت الكيوت دي اتحولت وشكلها بقى غريب، ورمته بالشمسيه وقعته من على العجله بتاعته ولسه هتضرب، فقال لها انا لازم يلحق الحرامي قبل ما يهرب. فطلعت اوفر هي كمان وقالت يا حرام وراحت تجيبه معاه. ايه العيال الاوفر دي يا جدعان؟ وبنرجع لهان بيكون هو ماشي بيتفرج على لايف الواد الغريب ده وملاحظ اللي بيحصل حواليه، والحرامي بيكون سواق موتوسيكلات قديم فبيفلق منهم وهم برضو ورا. وبعد مطاردات ما بينهم والبت بتقول ما بدهاش بقى وبتطير عشان تجيبه، فبتلبس في اللوحة وفجأة بيظهر هان قدامه وبيديله بوكس يطيره من على الموتوسيكل، وبيبقى مش عارفين ده جابه ازاي ده، فبياخدوه معاهم وبيوصلوه حلبة كورج. والحكم بيرحب الجمهور وقال لهم يطلبوا اللي هم عايزينه وهيتحقق، وبيعلن بدء الادوار التمهيديه لكبير الثانويه بتاع مدينه سول. وموري بيكون مش مصدق انه وصل اخيرا، والبت قالت له هات ياض حق النضاره اللي كسرتها عشان مش شايفه حاجه. وهان قال لها ان الحق على الحرامي مش عليه. فبيتعرفوا على بعض والبت قالت مش مشكله بقى لما اتعرف عليهم انا كمان، يلا انا ميرا. وبيجي وقت المباراة والمشاركين فيها بيكونوا من ممارسين الفنون القتالية الجامدين قوي، والمسابقة بتكون شاملة كل حاجة، وعشان كده مفيش وقت محدد ليها ولا حدود للأسلحة المستخدمة، يعني هتبقى مدعاكة يا شقيق.
والطريقة الوحيدة للفوز يا بالضربة القاضية يا باستسلام الخصم، والمفروض يعملوا أدوار تمهيدية في كل أنحاء العالم، وده عشان يختاروا المشاركين في البطولة دي بعد شهر. والمشتركين بيدخلوا والجمهور بيشجعهم جامد، وموري بيكون ماشي فطسان من الجوع ودايما همه على بطنه كده، والحكم بيقول إن في أساور هيستخدموها عشان يراقبوا نقط المشتركين الحيوية لما يدخلوا الحلبة، ويراقبوا حالتهم الصحية باستمرار عشان يعالجوهم بسرعة لو حد حصل له حاجة، وبيطمنهم عشان يدشملوا بعض براحتهم وإنهم في ظهرهم يعني، وبيعرفهم إن اللي هيفوز بالبطولة هيتحقق له أي أمنية من المسؤولين، أي أمنية، ويلا ابدأوا بقى كفاية عليكم شرح لحد كده. وطبعا الجمهور بيتوتر من المدعكة اللي هتبدأ، فاول اتنين بيمسكوا في بعض وبيتلككوا بقى انت بتقول ايه ياض والكلام ده، فبيديله في وشه وهوبا بدات المدعكه ونفخوا بعض فوق وتحت ويمين وشمال. مفيش رحمه ياما، ما بالراحه يا عم انت وهو. وواضح ان شخصياتهم مختلفه جدا عن بعض وكل واحد بيقاتل بطريقته. ومره واحده موري قال لهم انتوا عايزيني اضرب يعني ما بلاش انا، وبينط على 3 4 يطيرهم. لا شكله جامد فعلا ولا ايه. ومسؤول قال انه سمع ان في مندوب اتصاب من واحد من المشتركين، فموري قال له انه بعد ما يخلص على دول هيجي بقى للاشقر الحليوه ده. وواحده استغربت ليه ما حدش فيهم طلع قوته الحقيقيه لحد دلوقتي، والسكرتيره قالت انها هتبلغ بارك ان الترتيبات مع مدرسه سول انتهت خلاص. وبيدخل مشترك متاخر اسمه كانج، والسكرتيره متوقعه فوزه نظرا لتاريخه، والحكم قال انه هيكون عنده نقاط حيويه اعلى من المشتركين الباقيين، وبينزل عليهم دعك زي الطماطم ما بيتهدش. فميرا بتحاول معاه وبتنط عليه جامد فبتعجبه، بس بتكون قرفانه منه من لبسه، فبيجيبوا له ترزي يظبط له لبسه بيطيره هو كمان. فموري بيواجهه بقى وتعالى يا حلوه. ومن خلال مراقبة الحكومة ضابط سأل إذا كان في وجود لكينج كونجو محدش بلغه ولا إيه. وواحد قال للي جنبه إنه عايز يصدق بس احتمال يكون اللي بيحصل ده تشاريوك وبيشتغل إنذار وبيكونوا لازم يخلوا المكان. وبيدخل عليهم بارك وبيعرفهم إنه عضو الجمعية الوطنية في كوريا. وبنرجع للحلبة يكون كل واحد بيتعالج من اللي حصل له، والسكرتيرة قالت إن بارك هيرجع في البطولة الجاية. فاللي معاها قال لها طبيعي طبعا ده رحلة لبلاد بره وعلى حساب الحكومة كمان، وانه كان فاكر الموضوع مهم يعني، بس مش قادر يستنى عشان يشوف آخرة السفرية دي ايه. وميرا بتكون مروحة وتفتكر ان موري بيعاكسها، فبيبص في وشها بيفتكر لما السيف بتاعها تاخد منها في المباراة، فبتمسكه تعجنه ما بتسكتلوش عشان يبقى يعاكس تاني ها. وبتلاقي هان كمان فقال لها ان هو بقى بيته من نفس طريقها، ما يصوتش حاجه مش من حلاوتك يعني يا انسه ولا حاجه. فبيروح يتعالج وقال لها ليه كده بس، ده انا كنت عايز ارجع لك سيفك. فقالت له انها ما كانتش لابسه النضاره وما تعرفش ان هو وبتعالج وبيمشوا مع بعض. فسالهم ايه اللي دخلهم في المسابقه دي، وقال لهم انه بالنسبه له فعشان يبقى اقوى ويقدر على كل الناس. والتاني قال انه محتاج الفلوس اللي هيكسبها من وراها. وميرا بقى قالت انها عايزه ترجع تفتح صاله التدريب بتاعه عيلتها اللي بتشتغل في المبارزه. فقال لها غريبه يعني انك رغم كده خد منك سيفك. قالت له ما قلنا ما كنتش لابسه النضاره يا عم. فطلع لها السيف وطار منه في النهر، وراحت لطشاه بالقلم وقالت له امشي يلا من وشي. ونزلت هي تدور عليه في الميه، وافتكرت ابوها وهو بيوصيها انها ما تضيعش تاريخ عيلتهم وتكون وريثه قويه مهما حصل. ومن اليوم ده وهي مختلفة عن كل البنات، وكرست حياتها كلها للوصية دي. والولا جالها بكشاف وقال لها بدل ما تدوري لوحدك ما تستفيدي مني، ونزل يدور معاها واتأسفت له على القلم اللي سكعته له، وقالت له ان السيف ده غالي عليها عشان ورثته عن ابوها. فقال لها خلاص بقى لازم نلاقيه سوا. وهان كمان جالهم بفانوس كبير واخدوه من شغله عشان يدور معاهم، وشكلهم عيال زي العسل الصراحة. وتاني يوم بتبدأ تصفيات بطولة كبير السنوية في سول، ويا ترى مين اللي هيتأهل للمشاركة في البطولة. وبنبدأ نتعرف على المقاتلين، وده جو جامدو المحترف في فن التاي. وبنروح لأوضة اللبس وكانج بيحاول يصحي موري ويوعده انه هينفخه بس مصحاش. فبيجيله جامدو وقال له يسيبه في حاله، فبيديله في وشه بالرجل على طول يعوره. فبيقول له خلي بالك يا زميلي، وبيكونوا لازم يستعدوا وقتها عشان يبدأوا المباراة. وبتبدأ المجموعة الأولى بيومي ضد تشول، وتشول بتجيبه الأرض في ثواني، والمجموعة التانية بموري ضد زابيست، فطبعا بيكسبوا برضه. وكانجي شايف من الشاشة إنه جامد ونازل في طحن، وبتعمل مجموعات كتير
وموري بيكون قاعد يشوف هيلعب ضد مين تاني، فبيدخل عليه جامدو عشان يشكره انه انقذه من شويه، وبيعلنوا ان القتال اللي هيكون بينه هو وكانج هيبدا. فبيمشي وقال له يخلي باله، فعرفه ان اللي خايف منه فعلا انه يخسر ضد مستخدم فنون قتاليه ما يستحقش اسمها اصلا من وجهه نظره. وبيعرفوهم تاني ان المباراه مش هتنتهي الا بالضربه القاضيه او باستسلام واحد منهم، وان الماكينات اللي معاهم هتعالج جروحهم بشكل فوري. فجامدو قال له انت جامد مفيش كلام، بس مش لدرجه يتقال عليك مستخدم فنون قتاليه يعني. فبيبداوا وجامدو بيمارس عليه كل مهارات فن تاي بتاعه، لما ما بيلحقش ياخد نفسه يا عيني، وبيطيروا عند الجمهور والكل واقف متنح، والحكم بيبدا يعد فبيقوم له تاني وبيجي يكمل عليه، وبيكون فك الاسوره من ايده وفاق له بقى وبيديله فين يوجعك، لدرجه انه بينزل عليه برجله، والجمهور ما بيصدقش ايه التايكوندو العجيب ده هيخلص على الواد. والمندوب قال للسكرتيره ان ده تايكوندو شمالي، فبيرقعه بايد واحده وقال له انه لسه ما تمزكش ولازم يلعب اكتر من كده، وبيديله بالبوكس. فالتاني بيقول لنفسه انه لازم يهدي نفسه خالص عشان ده جوهر فن التاي اللي بيلعبه. وفجأة بيهجم عليه بس ما بيقدرش عشان بيلزقه بعيد، ما بيلحقش يا عيني، وبيروح يقول له اترجاني اسامحك يلا. فقال له ده انت بتحلم، وفضل يضرب فيه كتير بالبوكس عشان يقولها. وافتكر مرة وهو بيتوسل لحد عشان يسامحه شكله كده معقد نفسيا ولا ايه، وبرضه بيتغشم عليه وبيكمل ضرب بطريقة بشعة زيه، وقال له انا هوريك مين فينا اللي هيندم، وكان هيكسر له دراعه ويخرب بيته. فموري طلع اداله بالبوكس وقال له قوم قوم دي ضربة عبيطة، واداله شلوط حفر الحلبة وبلعته من قوته. والحكم بيجي له وقال له ان تدخله في قتال تاني ده يعتبر خروج عن القواعد، وانه لازم يجي معاهم. وبيلاقي كانج ماشي من غير هدومه التقيلة، وبيقول انه ما بقاش زي الاول، وبيتخيل ان واحدة غريبة قوي جايه له تسأله اذا كان محتاج قوة ولا حاجة، وقالت له انها شايفة انه مش اي حد يقدر يستخدم التشاريوك يا كلب يا خسران انت. فبيتجنن عليهم كلهم، وموري بيوري له تايكوندو اللي على حق بقى، وشقلباظات وشغل عالي لما بيجيبوا الارض. وفجأة حاجة بتوقعه هو كمان، وبيدخل باركو وعرفهم انه رئيس قسم ادارة البطولة، وان موري بوظ القواعد زي ما شافوا كده، وانه هيبقى يعرفهم عقابه لما يحددوه، بس المباراة هتكمل عادي جدا، والجمهور بيحييه جامد قوي وفرحانين بيه، وهو رايح يتعاقب اساسا. هو ده حب الناس. وبيتذاع ان تاني يوم من البطولة بدأ، ويا ترى مين اللي هياخد لقب كبير المدرسة الثانوية، وبيتقفل الراديو بيكون واقف زعيم لقبيلة كلهم متغطيين، وبيتفق معاهم انهم لازم يلاقوا المفتاح عشان يحققوا احلامهم. وبيتعمل اجتماع للجنة البطولة، والمدير بيسأل عن الوضع، فالسكرتيرة بلغته ان جامدو اتبهدل خالص، وانه بيتعالج دلوقتي وخرجناه من البطولة. وبالنسبة لكانج فهو كمان ما بقاش نافع يقاتل تاني، وكده اتنين خرجوا، كل ده بسبب عم موري، وبيكونوا عايزين يخرجوه هو كمان عشان خرج عن القوانين. وبتبدأ المباراة التاسعة، وبتكون لميرا ضد ميسون، فبتقول لها ان سيفها الخشب مش هينفعها، وبتنط عليها تدمر الدنيا. وبتعرف من الحكم انها بطلة مصارعة حرة محترفة في الامريكتين، فيخرب بيت الرعب بقى، وقالت لها انها جايه هنا عشان الرجاله كلها تبقى تحت امرها. فبتحاول تضربها بالسيف، فبتصدها وبتقول لها بس يا عسل عشان العبد لله مسك الحديد تناه، وبتمسكها تدعكها يا عيني. فبتقوم لها ومن غير سيف كمان، وايه ده بقى، دي عورتها بايديها ووقعت في ساعتها، وبيعلنوا فوز ميرا. وموري بيكون قاعد فرحان بفوزها، بيلاقيهم دخلوا عليه وبيعرفوا ان عقابه اتحدد، وهو ان لو قدر على الراجل ده هيرجع تاني للبطولة. فرجع عيل صغير وبقى يدبدب، ولو هيقاتل حد عايز يقاتل الاشقر. فقال له هتقاتلني انا عشان اقوى منه؟ قام قال له طب اقلع النضاره عشان عينك ما تتاذيش. راح مديله في وشه، رجع له تاني وبيضحك الحلوف، وقال له تاني تاني، وبيبلغهم ان كل حاجه جاهزه للمباراه بتاعتهم، وبيوريهم كمان. وقتها بتكون ميرا مروحه مع هان مش عارفين ايه اللي حصل له، وشايفه انه غبي قوي عشان عرض نفسه لمشكله زي دي، وهو بيفتكر انه كان جامد جدا برضه. فقالت له ده كان عبيط، وطلع لها زي العفريت وقال لها مين ده اللي عبيط يا حلوه، وعزم عليهم بالفاكهه ادوها له عشان تديله طاقه. فقالوا له انت هتقاتل مين بكره؟ فقال لهم واحد من المندوبين، وانه عارف انه قوي بس هيكسبه في الاخر، ده جامد جدا. والسكرتيره بتقول ان الفاكهه اللي خدها غريبه، ويا عالم إيه اللي هيحصل لو كلها انسان عادي. والعبيط بيكون بياكل منها وقتها، والمندوب قال له انه اداها له عشان يعرف بقى اذا كانت حقيقيه ولا لا. وفجاه الغلبان بيرجع دمه وبيغمى عليه، وبيجي اليوم التاني وجامده بيكون حاسس بتحسن على العلاج،
وقال لهان إن أخته استلمت وظيفة جديدة عشان تصرف على علاجه لأنه أكيد غالي، فهزر معاه وقال له ما يقلقش عشان بيتحسن ويا ريت ما يفكرش في حاجة تانية. وبيروح شغله وواحد قال له بقى معقول هان بنفسه بيشتغل في مكان زي ده، وبيحاولوا يتريقوا على جامده وإنه شايف نفسه على الفاضي. فبياخد الكان اللي وقعت منه وراح يرميها عشان يسكتهم ومهتمش لكلامهم. وبنروح لمباراة بين هان وبيك وبيكون دارس كل حاجة عنه وقال له هكسبك هكسبك، وبيخش عليه بعصاية البيسبول وبيوقعه. فقال له انه درس اشكال هجمات الكاراتيه والواحد لو اتقن العنف مش هيخسر ابدا، وكمان طلع شارك في البطولة دي مخصوص عشان يثبت صحة نظريته. فقام له بقى وهتك يا تلويح ومحدش عارف يطول التاني، وجري عليه وعوره في دماغه بس اتزحلق. والغريب انه قال له هات ايدك اقومك عشان الجبان بس اللي يستغل موقف زي ده ويهاجم. فقال له ده انت غريب قوي، تعالى لي بقى لما اشوفك هتستحمل لحد فين، ده انت غدار صحيح. وفجأة بيطعنه 12 طعنة مرة واحدة وقال له بس انت كده ما تقدرش تقف وانا كسبت. فبيفتكر جامده لما قال له ان الحياة معركة وانه لازم يكمل قتال عشان يعيش. فقام له بقى وعايز يرمي عليه 72 طعنة القادر، وما لقاش قدامه غير وضعية السلحفة عشان يقدر يصدهم. ده انت عايز وضعية الدبابات يا ابني. وبيكمل عليه بوضعيات غريبة كده بس اهو بيحاول كتر خيره، وواضح انه في تطور كبير اهو، ده جابه الارض من كتر الضرب. والتاني كل همه ونظريته اللي بوظها له وهوبا بيطب ساكت وبيعلنوا فوز هان. وبتنتهي مباراة اليوم وبيعلنوا عقاب موري، ووقتها بيكون خلصان في اوضته وفجأة بيفوق وبيجي ميعاد المباراة وما بيجيش طبعا ومحدش عارف راح فين ده، وبيلاقوه وصل. كنت فين يا عم؟ والشرط انه لو وقع المندوب يفوز. فبيقلعوا نضارته اللي دوشاه قبل ما يبدأوا، ومن اول ثانية بيكوموا من ضربة والراجل بيطلع له وحش ضخم جدا يطارده، والواد ما بقاش عارف يجري فين ولا يعمل ايه من الرعب. وفجأة بعد ما مسكه بيختفي وبيكتفوا المندوب، والمدير قال له انه مخصوم له 3 شهور من مرتبه على المعاملة دي، وراح لموري قال له انه كسب. فقال له مش مهم انا جعان، دايما همه على بطنه كده. وقال له معلش عشان ده حفيد تيجن اللي اسمه صغير النمر ومش هنسيبه يفلت مننا. فقال له يا عم مش مهم انا عايز موزة، ده المهم بالنسبة لي. وبتعرض اعلان لبرنامج في قناة زعيم الثانوية الرسمية بيج لانج، وبتقدمه الممرضات هيل وساي، وبيقولوا ان اللحظة اللي كان مستنيها 7 مليار متابع من 196 دولة جت، وان باقي 4 مشتركين بس، ميرا وهان وجيهي وموري. وبتشوق الجمهور ان في قتال خيالي هيحصل بين ميرا وهان اخر الاسبوع. وميرا بتكون ماشيه شايفه انها هتكسبه، وموري كمان شايف انه هيكسب بس ده معناه انه هيقاتل اللي هيفوز فيهم. واتضايق جدا عشان عايزهم يكسبوا كلهم، ده عبيط ده ولا ايه؟ وبتقف عربيه بينزل منها واحد شكله ابن ناس وبينزل على ركبه وبيطلب الجواز من ميرا. وبعدها بتروح البيت وبنت عمها بتقعد تختار لها فستان الفرح وكمان بتخطط للفرح نفسه، ومش مصدقه انها هتتجوز سون جين بجد. والبنت بتبقى مغرمة بيه وقالت لها ده المقاتل الأقوى والأوسم على الإطلاق، وكمان رجل الأعمال اللي مسؤول عن الترفيه الرياضي في البلد. انت متخيلة يا كحيانة انه وقع في حبك انت؟ فبتفتكر لما جاب لها ورد وقال لها ان قوتها وامكانياتها ملهاش حدود وانه مش هيلاقي احسن منها. فقالت له ما تبالغش يا عم، وطلع درس اسلوب مسابقة ضوء القمر بتاعتها مخصوص عشان يتعرف عليها. ده انت واقع بقى يا معلم. وقال لها انه مستعد يطلع اسلوبها ده للنور اللي يستحقه، وان هو الوحيد اللي يقدر يعمل لها ده. وبتفتكر كمان يوم وفاة ابوها اللي مات بسبب الاسلوب ده، وعمها طمنها انه هيبقى مسؤول عنها وهيحمي مسابقة ضوء القمر اللي سابها اخوه. وراحت بعد كده تدرب في صالات بتاعتهم لحد لما كبرت وشايفة ان هي اللي لازم تضمن مستقبل افضل لمسابقتها. وبعدها عمها بيروح لسون جين عشان مش عارف ليه واحد زي ده يطلب ايد عيلة زيها. فقال له انه معجب بيها جدا وباسلوب مسابقتها، وان في خلال 5 سنين هيكون في حتة تانية خالص وهيكون ليه ممارسينها زي الكاراتيه والجودو، وكمان هيعمل اللي لا مؤاخذة هو واخوه ما يدروش عليه. وموري بيكون واقف ينقي اكل من مطعم وبيسمع بخبر جواز ميرا، فبيتفاجئ وبيروح يسالها اذا كان الكلام ده صحيح ولا لا، وبيتعصب عليها عشان هي كده هتتخلى عن حلمها بعد ما وصلت لنص النهائي وهتقعد تقشر بصل في البيت. فبتحاول تقفل الباب بس هو بيقاوم، وبتعرفه انها هتعمل كده عشان تنقذ اسلوب ضوء القمر بس، وهو ما اقتنعش وقالت له مالكش دعوة يلا، وضربته كومته على السلم. فبيروح يتصل بهان وهو رايح يوصل اكل عشان يشتكي له منها ويلحقوها وهو مش فاضيله، وقال له
مالكش دعوة بحد يا عم. فقال له ازاي يا عم، ده ممكن يبيعها لدولة تانية مثلا. وشغل خياله اكتر بقى وقال ان ممكن يحبس بنات في بدروم بيته ويعذبهم. فقال له انت شكل الافلام مأثرة على نافوخك يا عم انت، وانه حتى لو متضايق مش من حقه يتدخل في حاجة زي كده، وقفل في وشه. وبيجي يوم الفرح وعمها بيكون واقف بيفتكر لما كان بيتحايل عليها تسيب شغل البيت وتستمتع بأجازتها، وحتى ما كانتش بتطلب هدوم جديدة زي باقي البنات، وبتشكر بنت عمها انها ساعدتها. وبيبدأ الفرح، بس عمها بيروح يترجى العريس انه يلغي الفرح وانها عيله وغلطت لما وافقت على كده، فقطعته وقالت له انها هتكون مبسوطه كده وهتحقق حلمها باسمه وسلطته. والغريب انه عايزها تستغله زي ما هي عايزه عشان تنجح. انا كده بدات اتوغوش وسابتهم ومشيت معاه. وبنت عمها زعلت وقعدت تعيط زي الهبله عشان هتسيبهم. وبتلاقي موري قاعد جنبها وبيقوموا عشان يروحوا القاعه، والبادي جاردز بتوعه بيمنعوهم يدخلوا من غير دعوة. فقال له انه صاحب ميرا وعايزها في موضوع بعد اذنك. فحاول يدخل عشان ينقذها، مسكوه دعكوه. انت رايح فين يا عم؟ وعمها بيوصلها لعريسها بس بيكون سرحان وبيفتكر حد متغطي بيطلب منه يجيب السيف المقدس وكمان الايد اللي بتشيل السيف ده. وبيطلع السيف ده يقدر يتحكم في الزعيم نفسه، وحط الايد دي في ايده. خلاص اهو كده كلام معقول. وموري بيكون مش قادر عليهم ومش عارف يعمل ايه للتيران دول. فبيلاقي هان جاله وخلص عليهم في ثانية. وبيدخلوا الفرح وقالوا لها بتعملي ايه هنا يا ميرا، وايه الفستان المعفن ده؟ صحيح يتعافى المرء باصدقائه. فقال لهم انتوا دخلتوا هنا ازاي؟ وبيلاقي الجاردز متكومين بره، فبيضطر يقف لهم هو بقى وبينزل عليهم بسيف. بس هان بيصد وقال له يروح لها هو، وحاول يفكرها بكل طموحها واحلامها، وهي كل اللي عليها مالكش دعوه مالكش دعوه انا عزمتكوش اصلا. وبتفتكر بقى كل تضحياتها طول عمرها عشان تحافظ على اسلوب مسابقه ضوء القمر ده. وهو استمر في معاتبتها وحاولت تضربه وتسكته عشان مش عايزه ترجع في قرارها. بس الضربه بتيجي في عمها وقال لها انه متاكد ان ابوها ما كانش عايز كده ابدا. وموري قال لها تعمل اللي هي عايزاه، الموضوع مش صعب يعني. فبتفتكر ابوها وهو بيقول لها ان مهاراتها الخاصه هتخلي حياتها تمشي زي ما هي عايزه، وده سر اسلوب مسابقته. فبتروح للي كان عريس ده وقالت له معلش بقى يا استاذ، انا اللي هحمي اسلوب مسابقتي بطريقتي ما عطلكش. فبيضحك ضحكة الاشرار كده وبيعرفها على حقيقته، وانه مش همه اي حاجه غير السيف فعلا واللي ورثه كمان. وبيوريهم قوه ما شافوهاش قبل كده والناس كلها بتجري. لا وبيعورها كمان، فبتديله واحده اسلوب ضوء القمر تكومه. وبعدها بتروح لهم عشان تقول لهم حاجه، وبيلاقوا سون جين خد السيف وهرب. فقالت لها سيبوه انا كده كده روح ابويا عايشه جوايا، وانجزتهم ومشيت مبسوطه. وهان بيروح لجنبه وبيكون بين الحياه والموت. وبيرجع الشغل والشله المهزأه دي بتروح تتريق عليه برضه، بيقولوا له انه شكله كده هيموت. فالواد ما بيسكت لهمش المره دي وبيقوم يدشملهم. وبعدها موري بيجري عشان اتاخر على مسابقه ميرا وهان، وبيبقى نفسه يكسبوا هما الاثنين. وبيدخل يلاقي هان مخلص عليها لدرجه ان الحكم بيوقفه وقال له خلاص يا عم دي الضربه القاضيه كفايه دعك في الواد. وبيقف زعلان، فبيلاقي واحد جاله وقال له انه هيشوفه في النهائي. وهان بيفتكر خناقه بينه وبين زميله من سنتين ومش فاكر حتى هما كانوا بيتخانقوا ليه. وصاحبه خد الموضوع بهزار رغم انه دعك وعوره جامد، بس هو فضل حاسس بالذنب زي ما هو حاسس دلوقتي من ضربه لميرا. وبنروح للحلبة عشان نشوف مين المقاتل التاني اللي هيتأهل للمرحلة النهائية بقى. وبتبدأ الجولة اللي بين موري وجيهي، وبيقعد يعمل له حركات وشقلباظات وفي ثانية بيجيبوا الأرض. وكده بيبقى اللي هيتأهل للجولة النهائية الاتنين الصحاب الحلوين. ومين فيهم بقى اللي هيبقى ليه الحق يشارك في بطولة الزعيم يا ترى؟ وموري بيروح يزور ميرا وهي بتتعالج غصب عنها في المستشفى، وقالت له ما تشغلش بالك عشان هان مش هتقدر تكسبه بالتفكير ابدا، انا خسرت عشان اضعف منه. وقال لها انه ما كانش متخيل انه هيلجأ للاسلوب القتالي ده. فقالت له انه اكيد في حاجه وصلته لكده. وهان راح يزور صاحبه، قالوا له انه فاق الصبح وكمان عايز يشوفه. واخيرا جه وقت الجوله النهائيه والجمهور بيحيي الاثنين الحلوين، والمندوب بيقول يا ترى النمر الصغير هيصحى ولا لا؟ نمر صغير ايه يا عم؟ وبيقفوا باصين لبعض بغضب وبيهجموا بقى، ولعت يا معلم يمين وشمال وفوق وتحت ويديله ادي. والاتنين كانوا نفس المستوى تقريبا، والسكرتيره حد بيتصل بيها وهم لسه مكملين ضرب.
لحد لما هان بيديله في وشه وبيعوره، فقال له انه هيدفع تمن اللي عمله في صاحبتهم، وبيجري عشان يضربه وبيستخدم التايكوندو فبيكومه وبيروح يقومه، فقال له انه اسف عشان عمره ما اعتبرهم صحابه وهجم عليه. يخرب بيت الغدر يا جدعان. وميرا بتكون مروحه من المستشفى خلاص، وسومي بتكون مش شايفه قصادها من اللي شايلاه ده، فبتعرف من الاسوره ان في حد بيتعالج في المستشفى، فبتخلع من وراها وتروح تشوف في ايه، وبتلاقي المندوبين كلهم واقفين وبيكون جامدو مات. وقتها هان بيكون لسه نازل في تاني ضرب، وبيفتكر باركي لما قال له انه لو فاز بالبطوله وهيعالج صحابه، وبيكمل في التاني عجن وبيستخدم اسلوب الارنب وحاجات كتير كلها حيوانات كده، لحد اسلوب التنين اللي بيوقعه في ثانيه والحكم بيبدا يعد. وباركي جه وراه وبلغه ان صاحبه لقط انفاسه الاخيره. بيفتكر لما كان بيضرب مجموعه لوحده ودخل عليه صاحبه ونزلوا عليهم ضربه هما الاثنين، وقال له انه ما بيعتبرهمش اصحابه عشان كل واحد بيختفي لما بتخلص مصلحته، فقال له حاول تثق فيهم وهم هيبادلوك نفس الثقه ما تقلقش. وبيفوق بقى من الصدمه، وموري بيكون اقوى منه بكتير عشان خلاص بقى حاسس انه ملوش لازمه اللي بيعمله، والجمهور بقى بيقول له انه احسن له ينسحب، وبيفتكر علاقته بيهم وهو ندمان انه ما اعتبرهمش اصحابه. وفجأة بتروح ميرا وبتشجعه في المايك بصوت عالي، فبيستغرب وقالت له ايه اللي جرالك يا جدع انت، نفختني المرة اللي فاتت. وبقوا يشوشروا على الحكم لحد لما تديله رسالة صاحبه سابها له واداها لها لحد لما يخلص، وقالت له ما يعرفش موري ايه اللي فيها عشان ما يوقفش ضرب. وبيبتدي يفوق بقى، وبتكون الرسالة في دماغه وهو شغال ضرب، وكان كاتب له فيها انه شكله كده مش هيقوم منها، وان سمع انه مشارك في بطولة ومبسوط بانه ليه صاحب زيه بيعمل كل ده عشان خاطره، وطلب منه انه يستمر في القتال عشان نفسه بعد كده مش عشانه، ورجع زي الاول بعدها وبقوا متكافئين تقريبا في القوة لحد لما اداله ضربة طيرته. فقال له انت جامد بجد بس انا هوريك، ونزل عليه بضربة التنين الازرق جابته الارض. والحكم اعلن ان موري خلاص هو اللي فاز بسول التمهيديه لزعيم الثانويه، والتاني افتكر صاحبه لما كان بيبقى مبسوط حتى في هزيمته، وموري قومه وقال له بقينا اصحاب خلاص، ومشوا مع بعض التلاته، وبقوا هو والبت بيستحلفوا لبعض وبيهزروا، وبيظهر واحد غامض كده وقال ايه الملل ده بقى، هو ده اخركم؟ وبنروح للقبيلة اللي كانوا عايزين المفتاح قبل كده، وزعيمهم قال لهم لازم تستعجلوا عشان ما بحبش استنى كتير. وواحد بيقول له ممكن اقنعك تفكر تاني في الموضوع بتاع ياتيجين، وليه ما تجيش معانا عشان تقوم بدورك على اكمل وجه. فقال له ان في حاجة قالها لحفيده قبل كده، وهي انه يعمل اللي هو عايزه. اوبا يكونش ده جد الولا ولا ايه؟ وقال له فهمت انا كده بالتوفيق يا معلم. وموري بيروح وهو مخنوق مش عارف جده بيعمل كده ليه، وبيجي على القناة الرسمية برنامج تاني وبيستضيفوا المفوضين كيو أو، وقالوا لهم إن المسابقة خلصت وفاضل أسبوعين على البطولة الوطنية، وبعدها هنعرف مين اللي هياخد اللقب. فقالت له أيوة يعني مين اللي مشارك بقى؟ فقال لها إن أقوى 3 مقاتلين في كل منطقة هيبقوا في فريق، والبطولة هتكون عبارة عن منافسة فرق، وبيدخل معاهم المذيع من الحلبة، ويكون في مواجهة بين ممارسي الجوجوتسو البرازيلية جيهي والست ميرا. ولسه بيقول لها انه مش هيتساهل معاها عشان بنت، فبتمسكه تدعكه وبتعلمه الادب عشان يبقى يفرق بين الولد والبنت تاني. والحكم بيعلن فوزها، وعم موري بيبقى قاعد مزقطط عشان هيكسبوا هما التلاتة مع بعض، وبيقول للي جنبه بتبصلي كده ليه يا عم، شجع معايا. وبنروح لاجتماع المندوبين، وباركا قال لهم انهم معاهم تحليلات مفصلة عن كل المباريات اللي اتعملت لحد دلوقتي، ومفيش شك ان حد من المشتركين معاه صفات المفتاح، وانه مستغرب ان طلع في نمور صغيره كتير على عكس ما توقع، وبيقول ان ده كويس بالنسبه لسنهم انهم يطلعوا احسن ما عندهم عشان يبقوا اقوى، وده طبيعي ان يكون بينهم كل الغيره والمنافسه والغضب ده. وطبعا لما المشاعر دي كلها هتطلع المفتاح هيبان. وبيسالهم بخصوص حوار سون جين لما راح لميرا، والاشقر قال له ان واضح انهم متورطين فعلا، والتاني قال ان جرأتهم هتزيد فعلا لما البطوله الوطنيه تبدا، ومفيش حاجة غريبة بتحصل عشان كلهم بيسعوا ورا نفس الهدف. فقال لهم انه استعد للستة. ستة ايه بقى؟ وموري بيكون لسه فرحان بميرا حتى وهم مروحين عشان هتكمل البطولة، فقالت له بس مش عارفة ليه يعني هنبقى فرق وكمان معايلين زيكم. فقال لها المهم ان احنا مع بعض ومحدش هيقدر علينا، افرحوا بقى يا نكد انتوا. وفجأة يتنطط وبقى نفسه يجرب يقتلها، فشخطت فيه عشان شكله عبيط. فقال لها انه ما يقصدش وعايز يقاتل الاقوياء بس عشان يبقى اقوى مش اكتر. فما بقتش فاهمه، وبعد ما يبقى اقوى يعني انا عايز اهتم بمسابقه ضوء القمر، انت بقى عايز ايه؟
فقال لهم ان مفيش اروع من انه يبقى الاقوى، وهو مبسوط قوي. فسابوه مشوا، وفجأة اتهيأله انه شاف الست العجوزة واختفت بسرعة، وراح مشي معاهم وهو مش فاهم ايه ده. وبيظهر راجل عجوز لبارك ومش عارف يستدعاه ليه، ما هو عارف انه مشغول. فبيقوم ضربه وبيظهر ويختفي، وشغل عفاريت بقى. فقال له انت شكلك خرفت يا راجل يا عجوز انت. وبيطلع ان ده الاستاذ بتاعه كلمه بخصوص انه قابل حفيد تيجن، ومستغرب ازاي لسه زي القرد مع انه كل من فكة الحكيم. فهو كده هياخده تلميذ عنده ويشوف رد فعل جده بقى وقتها. فقال له ان جده السبب انه جه اصلا عشان سمع ان نوكس حاول يتواصل معاه، وضحك وقال له ان شكلهم اتجننوا، وجده بيبقى واقف متضايق من البشر عشان بوظوا الطبيعه، وبيقول ما علينا، كده كده العالم هيتدمر قريب. انت بتقول ايه يا عم الحاج؟ لا وكمان الزعيم بتاعهم هو اللي هيتولى حكم العالم. يا حلاوه يا ولاد. وميرا بتروح السوبر ماركت وبيقابلها المذيع الكفيف شيمبونسا، وبتستغرب عرفها ازاي، وقالها انه عارف انها شافت كتير بس القتال الحقيقي لسه ما بدأش. فقالت له انها حاسه انها اتأهلت عشان القواعد اتغيرت بس مش اكتر. فقال لها لا طبعا، ده عشان انت شاطره واستخدمتي اسلوب ضوء القمر. وبارك بيستضيف هان وبيعرفه انه محتاج يقاتل تاني عشان يوصل للقمه، ولاحظ ان شكله مش عايز يكمل وسأله ليه كده. فقال له ان كان في دين في رقبته بس صاحبه طلب منه يكمل فلازم يكمل. وقال له خلاص خلصنا كده بقى. بس كان هان عنده احساس ان في قوه غريبه بتشتغل في كواليس البطوله دي، فسأله عليها وقال له تشاريوك. وموري بيروح يتدرب بقى عشان فاضل اسبوعين، وبيعمل حاجات غريبه لدرجه انه طلع يجيب بالونه من على شجره لعيل صغير عشان جدته اديتها له قبل ما تموت. والولد قال له جدتي ايه يا عم، انا جدتي زي الفل. والشجره اتكسرت بيه ونزل اديها له. والراجل العجوز ده جاله بقى وهيبدا يلعب عليه. وبنرجع لميرا والمذيع قال لها ان اللي هيشاركوا في البطوله ناس عندهم قوه خياليه، واكيد لازم تبقى اقوى، بس لو ركزت مع ده بس المفروض لما تواجه حد اقوى منها تصب مشاعرها في سيفها وما تترددش. وقال لها انه فقد بصره بسبب مسابقه ضوء القمر. وفجاه بيقف قدام عروسه ارنب وحاسس بحاجه غريبه، وفجاه بتطلع نار وبتتحول لشخص عامل زي المجنون. وبارك بيكون بيفهمه حوار تشاريوك ده، وقال له ان العالم بدأ يتحرك وان كل اللي هيواجهه في البطوله هيكون كده زي وحوش متحركه وابطال غيروا العالم وحاجات تتعدى استيعاب البشر، وهو ده جوهر زعيم الثانويه. وبتاع الامن بيلاقي اتنين واقفين بيتقاتلوا، وقال لهم انهم ممنوع يقفوا هنا، فالارض بتبقى كانها وحش فاتح بقه من الغضب. والواد الكيوت ده قال للتاني شكلك كسبت المره دي يا عم تك. واتنين تانيين ماشيين شايفين برضو ان محدش يقدر عليهم، وبتجيلهم صاحبتهم جانمي وقالت لهم انتوا تاني. وده جوكوك بيكون بيوعد جده انه هيكسب البطولة وهيشرفه، وجده بيطلب من هايندان انها تدعمه. وبعدها بيقف يكلم القمر وبيقول ان نفسه تكون مسابقة حلوة عشان الشباب يختبروا المستقبل اللي مستنيهم. وتاني يوم الشلة الكريمة بيطبوا عليه في البيت وعارفين انه هيلاقوه نايم، مش فاهم ايه الكائن اللي بينام في اهم الاوقات ده، واستغربوا انه عايش لوحده. فقال لهم انه عايش مع جده في الجبال، بس قالوا انه لازم يدخل المدرسة. وشافوا صورة لسه مع راجل وست وقال لهم انه ما يعرفش اذا كانوا ابوه وامه ولا لا حتى، بس جده قال له انه محتاجهم. ومشوا مع بعض، وهان قال له حوار تشاريوك ده وقال له انه ما يعرفش اي حاجة عن العالم ده. فقال له ما تخافش يا صاحبي، كل ما كان خصمنا اقوى كل ما كان الحوار امتع. وسابهم وجري من كتر الحماس. انت عايز تجننهم يا ابني؟ وبتبقى بقى منافسة تحديد اقوى طالب ثانوية في كوريا، وبيقدموا اقوى 3 فرق مقاتلين في الاقاليم التسعة التأهيلية، وهنشوف بقى انهي فريق اللي عنده قوة الزعيم اللي تقدر تحقق اي امنية. وبيلاحظوا ان المذيع واحد غير شم، وبيلاقوه حد مخلص عليه، وبارك بيقول انه دخل نوكس وسطهم، والحكم التاني بيكمل المباراة عادي. وبيلاحظوا ان كيو اتأخر قوي، والواد المجنون بيكون فرحان قوي عشان خلص على كيو كمان. واخيرا بدأت بطولة كبير الثانوية الوطنية، والمباراة الاولى بتكون في المجموعة الف للفرقتين الحلوين دول. والمباراة دي بقى هتكون منافسة فرق وعبارة عن 3 جولات، والفرقة اللي هتكسب في جولتين منهم هتفوز. وموري بيتشجع، بس ميرا قالت له ياخد باله عشان هيستخدموا اللي تشارلوك اللي قال لهم عليها. فقال لها مش مشكلة، أنا معايا سلاح جديد أنا كمان، لما نشوف يا أخويا معاك إيه. وبتبدأ الجولة الأولى بين موري وجيدون، والبغل ده قال له حظك وحش أوي إنك هتواجهني. فقال له تعالى بقى لما أوريك مهاراتي الجديدة.
ده انا هجماتي بقت اقوى بكتير دلوقتي. والراجل العجوز ده قال له انه اتعلم ده كله منه، وان الزمن عافى عليه التايكوندو اللي جده معلمهوله، وفجأة بيتحول لعيل صغير ضخم مكعبر ومش عارف يتحرك، والتاني بيجري وهاتك ينط في الواد، والحلبة بتترجرج بالمكان لحد لما بيعلنوا فوز عم جيدون ده، وصحابه بيشيلوه وبيقول يا ريتني التزمت بالتايكوندو، كان لازم اتفزلك يعني. وميرا بتهدد هان انه لو خسر زي العبيط التاني هتهريه ضرب. وبتبدا الجوله الثانيه وبتكون بين هان وبوم جوان. وايه التور ده كمان؟ ده الحكم قال انه اكبر المشتركين سنا وعنده 38 سنه، يعني يقولوا له يا بابا دخل ثانوي ازاي ده؟ وبنروح للمجنون وبيكون بيضحك ضحك هستيري ومش مصدق ان كيو بجلاله قدره مرمي قدامه، وبنتاكد ان هو اللي خلص على المذيع ومراته وبنته، وبتكون قدامه ورقه جوكر عليها دم بس الصوره بتختفي، وفجاه بيجيله وحش يعطله عن الضحك، وبيكون جاي معاه المدير وقال له انه زهق منه وبيخلص عليه. وبنرجع لهان وهو نازل ضرب في الراجل، ما هو مش هنقول واد بقى، ده قد ابوه ما يصحش، وبيعمل له اسلوب رمي كيس الرز وبيشيله يلف بيه ويحدفه في الجو ويدقه زي المسمار كمان يا فرحتي. فبيجي يجري عليه وبيروح يديله ضربة السلحفة السوداء بعزم قوته، العب يلا، وبينزل عليه بقى بالبنيات، واخوه بيخاف عليه فبتقول له ما يقلقش عشان هيكسب وما بيستسلمش ابدا. وبيجي فلاش باك للراجل ده وهو بيشتغل وسامع الناس مستغربه وبيتريقوا عليه انه مقدم في الامتحان وهو في سنه ده، واخوه راح يسكتهم ووداله شويه مراجع كان محتاجها، وكمان قال له انه لولا ما كانش هينجح وبيدخل المسابقه. والبت بتقول انه مثال للفشل في الحياه وعمرها هتبقى زيه، وراحت دخلت امتحان وفشلت زيه وجالها انهيار عصبي وكسرت عصايتها وما بقتش عارفه تعمل ايه، ودخل عليها بوم جوان وعرفها على نفسه، فقالت له عارفاك الكل بيتكلم عنك، وهو بيبقى عارف انه مش بخير ابدا ومع ذلك بيضحك. والبت قالت له انت غريب قوي ازاي بتضحك وانت فاشل كده؟ فقال لها انه مش عايز يتخلى عن نفسه عشان مش ناجح في الدراسه، وانه دخل الثانويه قبل كده بس ما كملش عشان فقد الامل، ويصلح لها عصايتها وقال لها انه قرر انه ما يفقدش الامل تاني وانها لازم تحاول واكيد هتوصل. وبعدها بتروح له وهو بيذاكر وقالت تساعده عشان امتحاناتهم قربت، وفرح جدا بمساعدتها ليه، فهي متاكده انه مش هيخسر. ويا لهوي ده ادى للواد بوكس طيره ولزقه في الحلبه، والتاني فخور بنفسه انه عنده حلم وهيستغل البطوله دي عشان يحققه، وهم بيبقى عايز يقوم له عشان يحس انه اقوى لما يكسب بغل زي ده. ويا لهوي برضه ده طلع الواد شاكوش قد الحلبه ورزعه بيه، بس ما بيقبلش ابدا انه يخسر ويبقى شكله وحش قدامهم، فعمل ضربه التنين وفشفش له الشاكوش اللي فرحان بيه ده، وبيعلنوا فوزه في ساعتها. والمجنون بيجري من المدير والتاني بيحاول يحلق عليه وفي ايده شنكل كبير وبيعوره كتير، بس قال له ما يحاولش عشان دي التشاريوك بتاعته وبيستخدمها ويتحول عليه، ومهما عمل مش هيفلح من الاخر. فبيطفي السيجاره وبيفوق له بقى وبيهجم عليه بالبتاع اللي في ايده وبيترعب، فالبتاع بيختفي وبيظهر اتنين مش عارفين مين دول بالظبط، فبيقول لهم ازاي تدخلوا بيوت الناس كده من غير ما تقلعوا جزامكم، دمهم خفيف قوي. والمجنون بيكون مرعوب منهم وبيقول انهم الكاهن اكسلي والكاهنه ساتورن، وقالوا له انهم هم اللي امروا بقتل المندوب. والمجنون ده قال انه عضو بنوكس وبينفذ الاوامر مش اكتر، فقال لهم روحوا كملوا كلامكم في داهيه بقى، وبيجي يخلص عليهم. فالكاهن بياخد البت في جناحاته وبيطير وبتدوس على زرار يطلع له ايادي كتير قوي من الارض تحاول تقفشه، وبيحاول يقاومهم فبيلفوه ولا لفه الجاتوهات. وفجاه زميله بيجي ينقذه ويوقف كل اللي بيحصل ده، وقال انه جاي يطمن عليه عشان شاف ان الجهاز بتاعه انطفى، وان عقوبه خلعه للجهاز ده هتبقى خصم 3 شهور، وبالخصومات القديمه يبقى كده شاكب راكب عليك 1.5 سنة يا معلم من غير مرتب. وبنرجع للبطولة وبتبدأ الجولة النهائية بين ميرا وجانمي، واللي هيكسب الجولة دي هيتأهل. والاتنين بيبدأوا بيقعدوا يخبطوا في بعض بسيوفهم لحد لما ميرا بتطير البت، وكده كده البت عارفة انها مش هتيجي حاجة فيها من الأول بس هتكمل عشان خاطره، وبتيجي تهجم عليها بتكسر لها سيفها، فبتطلع لها بقى بالتشاريوك بتاعها. طب ما تدوم شويه من البتاع ده يا جدعان. وبنروح للتانيين بقى، ما احنا هنفضل رايح جاي كده، وبيبقى ما بينهم قتال جامد جدا بالنار، ومش عارف ايه الدباديب دي بتعمل ايه هنا، وبيطلع له وحش من الارض بشخروميت عين وبيحاول ياكله، فبيطلع للوحش وحش اكبر منه يبلعه. الشغل ده يا جدعان. وقال للوحش يبقى يفتكر يمضغ اكله كويس بكل برود.
والاتنين التانيين بقى بيكونوا بيبارزوا بعض في الجو. ما تنزلوا تحت ارض الله واسعه يا جدعان، لحد لما هدي حاله. وبنرجع تاني الحلبه وبيكونوا الباردين قاعدين بياكلوا ومش قلقانين عليها، وبتقفلها بقى وبتقول انها هتحارب بطريقتها مش محتاجه حاجه زيها، وبتطلع على السيف الضخم اللي مصدره لها وبتديها واحده ضوء القمر بتقع ما تحطش منطق. وطبعا بيعلنوا فوز ميرا، وبنروح للمره المليون للتانيين وبيكونوا لسه مقاطعين بعض، ما بيفصلوش، ده حتى التلاجة بتفصل يا جماعه. وبيقولوا لهم ان الضربه دي عشان شم، وبيغزها وصاحبها بيشيلها وبيخرج بيها بسرعه. والمجنون بيضحك وقال له ما تنسانيش بقى يا حلو، انا اللي هقف لك بقى. وهو لسه بيتكلم بيلاقوه اتنفخ والمكان كله بينفجر بيهم، والشله الحلوه بيكونوا فرحانين بفوزهم وخصوصا ميرا، والتانيين بيقوموها وقالوا لها ولا يهمها وانها هتحاول تاني وتالت وهتقدر بعدين. والاسعاف والمطافي والشرطه بيروحوا لمكان الانفجار، والمندوبين بيكونوا ما حصلهمش حاجه. قال له انه نوكس شكلها نشطه دلوقتي. بعدها السكرتيره بتبلغ بارك ان اتصل بيها ونوكس اتعرض لهم، مع ان عناوين بيوت المفوضين المفروض انها سريه، فاكيد في خاين وسطهم. وورته في الاخبار صوره من المحادثه لدراع تيجين وشاكين انه اتخطف. وبتبدا مباراه المجموعه تانية، والجوله الاولى بتكون بين تيك وجوكوك، والجمهور بيعرفوا وانه تقريبا وريث شركه كبيره. ووقف قدام التاني وقال له انه مش فارق معاه اسلوبه وانه هيعمل اللي هيقدر عليه. وبيعملوا حلقه نار، وفجاه تاني بيطلع له قرش ضخم يقرقشه ويخرب بيتك. فهندان بتجري تلحقه عشان جده موصيها عليه، فبيكومها هي كمان وبينزل ضرب فيها برجله. وطبعا موري بيحاول يتدخل بس ميرا بتمنعه عشان ما يطردش. فهان بقى اللي بيتدخل المره دي، ده انتوا شله متخلفين بقى. والحكم بيمنعه يكمل، والتاني بيعمل صاعقه كهرباء وبيختفي، والتاني بيقوم يقول له انه مش هيسمح له يكسبه، ده شايل ثقة العيلة كلها على كتافه، فبيطيره. وبعدها الراجل العجوز بيعمل عملية لواحد، وجد جوكوك بيسأل بارك يستبعد تيك ليه، ده ممكن يقلب الدنيا. فقال له انه ممكن يكون هو المفتاح اللي بيدوروا عليه اصلا. قال له لا، شكل كده في سبب تاني. وفجأة الحكم بيعلن خسارة ريو وفوز سوجو من غير اي تفاصيل، وبيقول ان في مباراة التانية من مجموعة الف فريق سوجو هو اللي كسب. وريو بيروح يتأسف لزميله انه ما عملش اللي عليه. قال له يا عم انت كنت زي العسل، ما تقولش كده. والجولة التانية بتكون بين سونجا ونام، والبت بتبقى قلقانة وإليبيو بيطمنها وبيراجع معاها خطته. لما الحكم بيبقى مستغرب بس بيقول طبعا ما هما الاتنين قرايب فأكيد متفقين مع بعض، وهما بيكونوا بيتكلموا في ذكريات الطفولة أصلا. ونام بيبدأ هجوم، والبت من أسرها بالنسبة له بيبقى مش طايلها وبتفتكر كلام قريبها ونصايحه ليها، فبتديله بالركبة تكومه، والحكم بيعلن فوزها. وميرا بتقول لهان ان العيال دي جامده قوي، يا ترى هيلعبوا ضد مين فيهم. وبتيجي توجه كلام لموري بتلاقيه متنح ومش سامعها اصلا. وبتبدا الجوله النهائيه واللي هيلعب فيها عشان ياخد تذكره نص النهائي هم عم إليبو ضد جي. وموري بيلاحظ شعار على ظهره وبيستغرب، وبيتوعدوا البعض، والواد قال له يستسلم ورج المكان كله. واصحابه قالوا ان كل خصومه يستسلموا بعد ما عمل الحركه دي. فجي بيبقى مستصغره وبيسف عليه وبيهجم عليه، بس ما بيلحقش يا عيني، الواد دخل فيه يمين شمال لما اتعمى. فبيتعصب بقى وبيقول له تعالى لي يا حلو. فبينزل عليه ضرب برضه لما حرق دم الراجل وطلع دخان غريب كده، وقال له تعالى بقى يا عم اقعد بقى. والواد رغم استخدامه اسلوب قتالي قديم اسمه التايكيون بس عرف يهرب منه وجري عليه، اداله واحده شقلباظكه وماته واعلنوا فوزه. وموري قال ان حصل اللي توقعه من النمر ده، وبيفتكر انه نفس النمر اللي كان على بدلة جده العسكرية. وبعدها هان بيتمشى مع ميرا وقال لها انهم لازم يبقوا اقوى، وبيفتكر كلام بارك عن التشاريوك وان الارقام المعروضة في الاسورة بتعبر عن امكانيات مستخدمين التشاريوك، وقال له ان مش اي حد يقدر يكتسبها، وياما ناس اتدربت جامد وما عرفوش يوصلوا لها، بس في ناس بتاخدها فجأة كده بكل سهولة. فقال لها ان في امل. فموري قال لهم انه مش محتاج يستعين بقوة تانية وانه يقدر يدغدغ الدنيا لوحده، والا الموضوع هيبقى ملوش لازمة بقى. وبيفتكر لما استدعوه امبارح وبارك عرفوا ان الكل بيدور على جده بهدف حمايته، وسألوا اذا كان كلمه الفترة اللي فاتت دي ولا لا، وقال له لا ليه يعني. فوريت له انفجار كبير حصل في كانجون من يومين، والاعلام اعتبره هجوم من الشمال بس هو من اعمال التشاريوك اساسا. واكتشفوا من تحقيقاتهم ان بقع الدم دي بتاعت جده، فشكله كده انتهى.
فقال لهم انتوا ما تعرفوش جدي بقى، ده انا لو قالوا لي جدك بيتخانق هقلق على اللي قدامه، وبيبقى قاعد مش مصدق ان ده حصل، وبيجي له إليبيو وبيقول له انه معجب بيه جدا، وبيجي يسلم عليه فبيشده من دراعه وبيعمل عليه شويه حركات لما بيوقعه، وبيجي يديله بالبنيه في وشه فما بيكملهاش المنظر ده، وقال له انا نسيت اعرفك على نفسي، وبيقومه وقال له ان دي طريقه احترامه لتيجين. فالواد بيستغرب وبيحكي له بقى عن حوارات من 14 سنة، وقال له انه اول ذكرياته كانت جنازة ابوه، وبعدها لما امه سابته لعمه ومشيت، والمكان بالنسبة له كان مريح ولا يعرف حد فيه اساسا ولا كان عارف يعمل حاجة، وجاله استاذ قال له بس كده انا عرفت جدك كان متخلف ليه يا ابني. وفي يوم تيجين خاله جاله وكان معاه موري وهو صغنن، وقال له انه جده إلتي يبقى صاحبه، وانه عايز يدي الاشرار درس ما ينفعش يأجله، واداله حاجة كان عايز يديها لابوه بس اتأخر عليه للأسف، وقال له اعتبره كتاب لأسرار التايكيون، وقال له ان جده لحد اخر نفس فيه كان بيدرسه، وابتكر له مهارات جديدة كمان، وعرف انه جده كان قوي جدا ومات وهو بينقذ العالم معاه، وانه لازم يفتخر بيه ويكبر ويبقى زيه، وبقت هي دي ذكرياته. وشاف النمر على ظهره بقى شعاره هو كمان التالتة الثمينة، وبيسأله عن حال جده ولسه هيتكلم بيلاقيه صد ضربة من جي، ده ايه اللي جابه ده؟ وقال له ما يفرقش معايا اذا كنت بتكرهني ولا لا، وبيفتكر لما كان نازل في ضربه وعايزه يعتذر، وقال له بس المهم تبعد عن الناس اللي ماليش علاقة بيهم، وبيسيبه ويمشي باستهزاء، فبيحذروا منه وقال له انه خطير جدا، فقال له يا عم انت نفسك خطير بالنسبة لي، وقال له يلا بقى اشوفك في الحلبة بس لو وقفت قصادي مش هرحمك، وبيلاقي نفسه مش عارف حتى يعمل له ايده لفوق، يا حوستك السودا يا موري، وابو شعر اخضر ده بيدغدغ المكتب على دماغ بارك الوحش بتاعه وبيبهدله عشان سابهم يخلصوا على مرات شيم وبنته الصغيرة، فبيرفع ايده بس بالعلامة اللي فيها بيلزق في الحيط وبيوقعه، وساب له شيك بتمن تصليح المبنى اللي دغدغه ده. وبعدها السكرتيرة راحت له وقال لها انتي كنت تعرفي ان الست والطفلة لسه عايشين؟ فقالت له ان اللي خلصت عليهم نوكسي كان جسم كده وكده عملته بالماريونيت بتاعتها ونقلتهم هم في مكان امن ما تقلقش، وبلغته انه غير الشيك اللي هيدفعه مخصوم من مرتبه 9 شهور كمان. وراح المطعم اللي هان شغال فيه وشافه وهو بيدور على اي فلوس، فقال له لو علمتني اللي تشاريوك هعمل لك العشاء كل يوم وارخص من كده مفيش بقى، وانه عايز يتعلمها عشان ما يتكسفش قدام صحابه، وعايز يكسب موري في يوم من الايام عشان في حاجه مخبيها عليه وحاسس انه مش واثق فيه. وبارك بيجمع المندوبين وقال لهم انهم اكيد هيحاولوا يبوظوا المسابقه ولازم يسبقوا الوقت، والناس دي بيحاولوا ياخدوا قوه اكبر من قوه الزعيم، هيفضلوا يحاولوا وما عادش ينفع نسيبهم يعملوا حاجه، وبما اننا المفوضين لو لقيتوا حد من نوكس ما ترحمهوش، وخصوصا الخاين اللي بينا. والزعيم قال لهم يوقفوهم وياخدوا المفتاح اللي عايزين يدمروا بيه الزعيم وهتبقى مدعكه، وميرا بتكون بتتدرب ومش عارفه تستخدم ضوء القمر حتى، وبيلاقوا اساورهم بتبعت اشارات، وموري بيفتكر لما كان ماسك في جده بس كان لازم يسيبه ويمشي عشان الاشرار بيطاردوه، وقال له سيبك منهم انا هضربهم لك يا جدي، ده انا اقوى جدا وعندي 6 سنين النهارده، ووعده لما يكبر هيهزموهم مع بعض. وحضنه جامد وقال له انه مش محتاج صحاب يحتفلوا بعيد ميلاده ولا محتاج حد غيره، وقال له تعالى لما اديك هديه وتصور معاه عشان يفتكروا بيها. وجي يقول له بقى انه كامل 17 سنه النهارده، لقى صحابه داخلين عليه يحتفلوا بعيد ميلاده، والاسوره هي اللي عرفتهم انه النهارده، وهان جاب له اكل وقعدوا ياكلوا لحد لما كرشه بقى هيفرقع، وتصوروا كمان هابي بيرث داي، وقال لجده يطمن وانه بقى عنده صحاب اهو. وهان قال له شوف يا صاحبي لو لعبنا تاني انا اللي هكسب قشطه، قال لهم ده انا اللي هكسبكم، هو حد فيكم يجي جنبي حاجه؟ وفكرتهم انهم هيلعبوا المباراه الجايه 2 بس، وبيتفقوا انهم استحاله يخسروا. وتاني يوم حد بيخبط عليه الباب وبيلاقي حد سايب له صوره لجده وهو بيتعذب، وبيظهر ان جده سابه عشان جاله قوة من الزعيم طلبت انه يروح معاهم عشان يأدي دوره اللي المفروض عليه من السماء. ووقت ما قال للي مغطي وشه ده انه وصى حفيده انه يعمل اللي هو عايزه، نزل عليه حاجة زي الصاروخ قاضت عليه. وبنروح لموري وبيكون بيجري بسرعة بالعجلة وبتأسف في نفسه لهان وميرا، وبيقول انه هيرجع في وقت البطولة. والبت بتاعت القناة دي بتيجي تعلن ان البطولة وصلت لربع النهائي، وفريق سول هيواجه فريق الجيجو اللي هيلعب اول مباراة فعلية، والبطولة هتبدأ دلوقتي.
ووقتها صحابه بيكونوا بيدوروا عليه ومحدش لاقيه ولا حتى معاه تليفونه الغبي ده، والسكرتيرة بتجيلهم وقالت لهم انتوا ما عندكوش وقت للهبل ده، المباراة هتبتدي خلاص. وقالوا لها ان موري ما وصلش واحتمال يكون حصل له حاجة في الطريق، ودايما بيساعد المحتاجين، معطاء قوي اسم الله عليه يعني. فقالت لهم يتصرفوا عشان لو ما دخلوش الحلبة في الميعاد بالظبط هيخسروا تلقائيا، ولو فازوا اول مرتين هيفوزوا بالجولة كلها. وبالنسبة لهان متعاقب ما ينفعش يلعب، وممكن ميرا تلعب الاول على ما البي يوصل، بس لو ما وصلش هيروحوا في الباي باي. وبتبدأ المباراة واللي هو اللي هيلعب ضدها، وده واحد متربي في البحر، وبتستغرب ده لابس على الموضة ده ولا ايه. فقال لها انه استنى كتير قوي عشان يلعب قدام خليفة ضوء القمر، وهو بيخلع عبايته وهوبا الناس بتقرف من منظر عضلاته يخرب بيتك. والبيبي يكون بيدور في بيت مهجور وبيزق باب بيلاقي جده مرمي على الارض، وميرا بتكون نازله في الراجل ضرب بسيفها رغم عضلاته دي كلها، وبقت تنط وتتشعبط عليه وهاتك يا ضرب. وجت تديله واحده ضوء القمر قفشها، قامت مدياله بسيفها في بطنه حذفها بعيد ونزل عليها بسيفه هو كمان، وقال لها كان نفسي اعرف اللي معاه السيف ده راجل ولا ست، بس شكلك كده اتدربتي كل يوم عشان تستخدميه بالشطاره دي يا حلوه. والمشكله انه بيكسر لها جزء من سيفها، وقال لها انها شكلها ما تعرفش قوه سيفه الحقيقيه. وهان بيكون بيدور على البي وفجاه بيلاقي الراجل الضخم ده واقع، فبيروح يطمن عليه وبتكون بنت غريبه كده واقفه وراه يخرب بيت الرعب. والتاني بيشرح لها شكل ومميزات سيفه، وقال لها انه يعتبر الكنز الوطني ازاي ما تعرفهوش، وبيقعد يهوشها بيمين وشمال وبيوتر البت وبيقول لها كلام يضعفها، وبتقول ما بدهاش بقى، وبتنزل عليه بضوء القمر بتلزقه في الارض وتاخد منه سيفه اللي فرحان بيه ده كمان. وبتبص بتلاقي سيفها وفجأة بيختفي، وبيعرفها انه بيرجع بشكل طبيعي لايد صاحبه. وموري بيحاول يفوق جده، الراجل بيفوق ويضحك له ضحك شرير قوي، وفجأة بينفجر والمكان كله بينفجر بيهم. وبيجي واحد وقور كده وبيقول انه كده اتخلص من فريق ضعيف كمان، وما تعتبرش الموضوع يخصك انت، انا عايز اخلص على الضعف عشان المفتاح مش اكتر. وما بيرضاش يعرفه هو مين، وبيطلع له منه 50 نسخة، انتوا مين يا جدعان؟ والتاني بيكون مكمل مبارزة العبيطة التانية وبيقول لها انهم كانوا فاكرينها قوتها اكبر من كده، وبيفتكر كلام الزعيم انه عايز السيف المقدس وصاحبه اللي هيلاقوه في قوته، بس اتضح انها معدومة القوة اصلا. وبينط ويطعنها في بطنها وبتقع وعايزة سيفها، يا اختي تنيلي. والبت اللي طلعت لهان بتكون نازله في ضرب وبيفتكر انها كان في فريق منافس ليهم، وبتيجي تكمل عليه فبيمسك رجلها ويقلبها، امشي يا بت انا مش فاضي للهبل ده. وبيقوم الراجل وبيجي ياخده ويمشي، البت بتكون دابت في دباديبه من قوته، وفجاه تاك بيطلع لهم وقال لها بتعملي ايه يا بت انتي؟ وقال له انهم خلاص قربوا ينتهوا وبياخدها وبيمشي. وموري بيكون بيقاتل نسخ الراجل اللي ما يتعدوش وهو قاعد يتفرج عليه، وقال ان لو ده حفيده تيجين اللي يعتبر سلاحنا الاخير، ده كان بطل لما نجا لوحده من تايكوندو الاسلوب الشمالي لفرقة الموت بتاعتهم، الراجل اللي هزم كل عضو من الستة، بس ده كان زمان بقى، والمفروض ان العواجيز يفضلوا يفيدوهم للنهاية. والتاني يا عيني نازل فيهم ضرب وهجموا عليه كلهم ورموه في حفرة، وفي جنبه ليه اللي كان بيلعب ميرا يخرب بيت الرعب. والراجل قال له خلاص بقى انت كشفتهم، دول الاعضاء الحقيقيين لفريق جيجو يا بطل. وبيلاقيه فعلا كلهم، فقال له بما انك شفتهم مش هقدر اسيبك تمشي حي. فبيحاول يقامه بس ما بيعرفش، وقال له ما تحاولش يا ابني انت مش حاسس بنفسك من الوجع، فقال له انه مش حاسس باي حاجه اصلا. والتاني بيكون لسه بيضرب في البت وماسكها من شعرها وهاتك يا تلطيش وبيرميها، وقال لها استسلمي بقى يا بت ما تبقيش رخمه. فجت تقوم قال لها ما تحاوليش عشان موري مش جاي. فبتعرف انهم عملوا فيه حاجه وبتقوم تتحول عليه، وبرضه بتيجي تضربه، بيطلع سيفه وبيطعنها ما بيتهدش، وبيحدفها في ميه كانها في بحر، وبتدرك انها مش هتقدر تكمل وبتفتكر صحابها، فبتقول انها لازم تقاوم ويكملوا مع بعض. وبتلاقي نفسها فاقت في الميه وبيسالها عايزه تكمل ليه، دي حتى ضعيفه. فقالت انها لازم تبقى قويه وهتتفوق عليهم كمان، وبيوصيها بكده وانها تشهر اسمها وكل الناس تردده. وفجأة بتحصل حاجة غريبة، بتطلع ضوء احمر والناس كلها تستغرب، وبتكون اكتسبت اسلوب التشاريوك وطلعت لهم بقى، وكل واحد فيهم بيقدم للتاني الوحش بتاعه وبتتفوق عليه وعلى اللي خلفوه، بتلزقه في الارض، واخيرا بيعلنوا فوز ميرا. والحلو بقى ان موري فعلا بيوصل في ميعاده مظبوط، وهانسون من الفريق التاني بيستعد. وهان قال لها انها كده لقت التشاريوك بتاعتها بس لسه ما عرفتش تستخدمها صح،
وانه اول مره يشوف موري غضبان كده، وبيقفوا عشان الجوله تبدا، وخصمه ساله ايه اللي حصل للونج فما بيردش عليه، وبيكرر سؤال اكتر من مره لحد لما بيهجم عليه، وموري ما بيسكتلهوش بقى، وبيتهيأله انه بيضرب نسخ التاني وبيهريه ضرب لما الواد ما بقاش نافع، وفضل متخيل انه بيضرب الاتنين في وقت واحد، وبيوريهم بقى مهارته الاساسيه بتاعه التنين الازرق لما بتخرم المبنى، والتاني بيشوفها بيترعب، وطبعا بيكمل عليه وبيطلع له تنين مزدوج كمان. ده ايه الحلاوه دي يا جدعان؟ وباركو اللي معاه قالوا كده واضح ان النمر ربى نمر زيه كمان. وبنرجع فلاش باك من 4 سنين، وإليبو بيفتكر لما سونيون سألته بيقاتل ليه، فقال لها عشان وعدت حد من زمان ولازم اوفي بوعدي، فقالت له يبقى اكيد هتنجح. وبعدها بيحصل قتال بينهم هي وتيك، وبيفوز عليها وبيروح لها بيستخف بيها وبيديها بالرجل يكسرها. ده انت بارد يا جدع، مش كسبت. والدكتور قال ان مع شويه تأهيل هترجع تمشي تاني، بس مش هتقدر تقاتل بعد كده. وساعتها راح لتيك ونفخ ضرب عشان يعتذر عن اللي عمله ده، وبيجيله بعدها جواب زعيم الثانويه، وبيفتكر انه كده ممكن يحقق اي امنيه، وبيكون قاعد يفكر هيعمل ايه في المباراه بتاعت بكره دي ضد سول، وماسك صورة الفريق بتاعه في ايده، بيقول انهم لازم يكسبوا مهما كان. وصاحبته قالت له انها عارفة انه متحمس انه يقاتله، فقال لها مش مهم مشاعري دلوقتي، المهم اعالج رجل البت الغلبانة. وبنروح لباركو وقال لهم ان اعضاء فريق جيجو اللي قتلوهم ما كانوش حقيقيين، بس ده مش هيغير النتائج، وفريقكم هيتأهل لنص النهائي. وقال لهم ان اللي عمل كده نوكس، هم بيسموا نفسهم كده. وبيجي واحد مضروب علقه سخنه وبيكون متضايق من موري انه ما جاش يساعدهم، وتيك الحقيقي قال له يخرس خالص وانه اشتغل معاهم بس عشان في معلومات عايز يوصل لها. وفجاه بيلاقوا نار وبيولع فيهم وبيمشي وبيقول ان المفتاح هيكون ليه. وبعدها المباراة الأولى للنص النهائي هتبدأ، وهيلعب فريق سول ضد فريق جولا. وإليبو بيفتكر صاحبته إن ضربتها الأولى هتحسم المباراة، وميرا بتقول لهان إن الحظر اترفع عنها ورجعت سيفها. وبيبدأوا أول جولة بتكون بين هان وسونجا، والبت بتنزل ضرب فيه بالأبكاس والرجلين لحد لما بتنط عليه بتجيبه الأرض بنت القردة دي، وبتفتكر تعليماته ليها إنها تديله زقة جامدة بكعب إيديها فهتعمل له خلل في التوازن ومش هيعرف يقف، وده اللي حصل فعلا. والبت بنت القردة دي بترفع رجلها وتنزل على دماغه بتدعكه وبتدكه في نفس الوقت، وبيقول بس دي من نوكس اكيد. وبيفتكر كلام بارك عنهم انهم جماعه ليهم زعيم معين وما يعرفوش غيره، وكمان عايزين يتخلصوا من اي زعيم تاني واي حد بيستعمل قوته وكده. كل المستخدمين اللي تشاريوك ما بيقبلوش بحد تاني وعايزين يبوظوا المسابقه، وعايزين كمان يسخروا قوه تيجين الجامده فحت لنفسهم. فموري بيحلف انه مش هيسيبه، فقال له ما تتعبش نفسك عشان انتوا التلاتة اي حاجة هتعملوها احنا اللي هنتحملها، فخليك في حالك يا حلو. وقال لهم انهم لو كسبوا هيديهم شوية معلومات، فقال له اكيد هنكسب يا ريس امال ايه. وبتكون البت لسه بتضربه فبيقوم عليها بقى وبيديها شلوط يوديها اسيوط، واخيرا بتقع والحكم بيبدأ يعد. فإليبو بيقول لها تخلي بالها مادام مش قادرة تنسحب بدل ما يحصل فيها زي صاحبتهم. فقامت وقالت له لا ما تخافش عليا ده قراري وهكسب مهما حصل. والحماس بياخدها قوي وتيجي تنط على الواد، بيقوم مديها ضربة تطيرها وتلزقها في الأرض وكسب. طب يا أختي ما كنت تنسحبي بكرامتك أحسن. ونزل قال لموري إنه مش لوحده اللي لازم يكسب، كلهم لازم يكسبوا عشان فريق واحد. وسونيون بتجيلهم عشان تشوف اللي الدغدغه دي، وقالت له انها عرفتها انه مشارك في البطوله دي عشانها وانها مقدره مشاعره بس لازم يقاتل عشان يوفي بوعده مش عشان حد تاني. وبنروح لمكان غريب فيه وبيكون في نسخ من المندوبين بيعذبهم واحد من اللي بزعبيط دول اسمه سان وبيخلص عليهم عشان يسكتهم. وبارك بيجيله ويقول له ما شفتكش من زمان يا راجل، وبيستغرب ازاي ظاهر نفسه كده، وقال له انت اكيد عملت المباراه دي عشان تلاقي المفتاح مش كده، بس ده مش كفايه انت عايز حافز اقوى من كده بكتير. وبيكشف وشه ايوه كده يا عم خلي الشمس تدخل. ووقتها بيكون مجموعه كبيره ما تتعدش من بتوع التشاريوك داخلين على المندوبين وبيحاصروهم، وفجاه علامه في عينه بتعمل زيها في الارض وبتطلع نور جامد قوي وسطهم وبيعلي لحد لما بيوصل لحد السماء وبينزل منها زي سيف ضخم جدا. وبتبدا الجوله الثانيه وبتكون بين موري وإليبو واستحلفوا البعض طبعا، والتانيين كل واحد بيحارب التاني بالعلامه بتاعته. وبنرجع لقتال الجامدين دول وبينزلوا دعك في بعض يا معلم، يمين وشمال وشمال ويمين وبالشلوت شويه والبنيات شويه، مدعكه مدعكه يعني.
لحد لما إليبو بيديله بالرجل في وشه وقعه، وقال له انه وحش قوي في القتال القريب، فتعصب عليه بقى وقام يديله ما رحموش، فمسكه خبطه في الارض. التاني مسكتش قامله بقى بضربة التنين بيولع بيه الحلبة، والتاني بيحاول يضعفه ويقول له انه لو حمل نفسه فوق طاقته اكتر من كده مش هيقدر يكسبه. وبنروح للي عاملين زي الصحراء دول، وكل واحد متمسك بعلامته قوي، واللي بزعبيط دول شكلهم يرعب. وايه العين والعلامات دي كمان، والمندوبين بيلاحظوا ان الزعيم نازل من السماء، وبارك لسه بيحاول يقاوم، وموري كمان بيحاول يقاوم، والتاني بيضرب فيه ومش مصدق انه ده حفيد تيجين، واكيد خيب ظنه فيه، وبيكمل ضرب فيه، فبيفتكر انه حلف انه هينقذ جده، فبيفكر ما بيلاقيش قدامه غير اسلوب ضوء القمر وبيعوره من غير سيف ابن الايه. وواحد بيكون فرحان بالمنظر وبيشجع الفريق بتاعه يصحصحوا معاه وبيستعدوا، والبت بتلاحظ الوقفه بتاعتها عليه وبيعوره تاني بنفس الاسلوب، وبقى يجي يضربه ما يقدرش عليه، واستخدم اسلوب السلحفه السوداء كمان بتاع هان، ده عمل للواد كوكتيل اساليب ما حصلش الصراحه، وبيقعدوا يطيروا في الجو يدوسوا على نقط ضعف بعض، وشغل بنات قوي يعني. وفرقة عم ميرا بتبدأ تعزف موسيقى احتفالا بالأجواء اللي عجباهم دي، والراجل يرقص، وفجأة بيشيل غطا وبيبان أسلحة كتير، وبيقول إن واحد من الستة هو مستخدم الكنز الوطني سو هاليان جه خلاص، وبيمسك الأسلحة كلها يخلصها في الجو من الفرحة، والتانيين لسه بيتخانقوا مش راحمين بعض، وواحد من الجمهور بيلاحظ ان إليبو شكله بيدربه، والدنيا والعة والفرقة مستمرة في العزف، والمندوبين لسه بيتخانقوا، وبتطلع دراعات كتير قوي من العلامة وبتمسك في السيف الضخم تفشفشه، والدنيا بتولع اكتر، والوحوش بتحارب الناس، والتانيين لسه بيجربوا اساليبهم على بعض، وكل واحد يعمل له حركتين لما نشوف اخرتها ايه. والراجل اللي خلص الاسلحة طلع الكنز الوطني رقم 1 وتحول لوحش يرعب وضخم جدا، والموسيقى صوتها بيعلى اكتر لحد لما بيدمرهم وتسكت، وموري بيقع تاني، والتانيين كمان رجعوا مكانهم، وفجأة كل حاجة بتهدى كأن ما حصلش حاجة، والواد وهو بيقع بيفتكر تيجين لما عرفوا على موري وهو صغير وطلب منه انه لو شافه في حتة يعلمه حاجة من عنده، وبيعرف بقى ان موري قوي جدا، وبيتخيل انه مرمي في مكان ورق الشجر بيقع فيه، وفجأة بيقوم تاني بقوة غريبة وشكل اغرب، وسام بيقول بس خلاص كده المفتاح صحي. زمان في زمن خرافي كان في ثعلب في النعيم ب9 ديول، وكسب قوة ما حصلتش بعد تدريبات دامت لسنين، واتعين بعد كده حارس للزعيم اللي بيحكم النعيم ده، وصد أزمات كتير قوي عنه، لدرجة إن حتى الزعيم بدأ يخاف من الثعلب، لدرجة إنه أمر بإعدامه في الآخر. وبعدها الثعلب سخر قوته لتدمير نص النعيم، ونزل الأرض بقى وصمم ياخد حقه منه. وبنرجع لجولة الحلوين اللي مش عارفين آخرتها إيه، وميرا بتكون حاسة إنها بتترعش والكل مصدوم، وتيك كمان بيلاحظ إن التشاريوك بيتهز جواه وما بيبقاش عارف ده المفتاح ده ولا إيه بالظبط، والواد المجنون بيترعش في المستشفى برضه، وبارك قال إن مفيش مجال للشك وأكيد دي روح الثعلب أبو 9 ديول، وسان قال له إن دي القوة اللي بتتحدى الزعيم، وهيحاول إنه يخليها تنتهي المرة دي، وشكل كده هسيبك تهرب، الموضوع مش سهل ابدا المره دي. وإليبيو بيكون واقف بشكله الجديد ده، وقال له ان دي مجرد بدايه، فالتاني بيستعد للهجوم وقال له ما يتهورش، وجه يضربه مفيش حاجه جت فيه، وبقى يغير مكانه في لمح البصر، وبيديله بالركبه في بطنه، الواد بيطير في السقف يا نهار اسوح، وكل ما يقرب ينزل يكمل ضرب فيه لحد لما بيسيبه يتهبط في الارض، فبيقوم له تاني وبيحاول يعمل له اعصار التنين الازرق بتاعه، بس بيحصل اعصار حوالين الكل، وهو ولا بيحوق فيه حاجة، لدرجة إن هو اللي بيقع، وفجأة بيحس بوجع في راسه بس ما بيحوقش فيه برضه، وبيكمل عليه بالنار، والواد يا عيني مش عارف حتى يحاول معاه، وكل ما يلمسه يطيره، وبرضه ما بيستسلمش، وبيهجموا على بعض، بس الولا بيطلع بيخلي الدنيا حواليهم كلها نار على شكل اسود، والواد بيفتح عينه في وسط النار بيلاقي ثعلب، فبيغمض تاني شكرا مش عايز يشوف، وبعدها المجال حواليهم بيتحول كله لضوء ابيض، والجمهور ما بيبقاش قادر يبص، والمجنون بيفوق من قوة اللي بيحصل بوجع جامد قوي، والكل بيبقى مرعوب من منظر السما مش عارفين ايه اللي بيحصل بالظبط، والواد بيجي يفتح ايده بس بيفتح عليه مسيرة 100 شيطان ليلية يخرب بيتك يا جدع، وبتكون عبارة عن نار بتجري عليه، ومن قوة الطاقة بيلاقي نفسه مش مستحمل وبيترفع في السماء، وبتظهر ايد ضخمة جدا تنزله الارض تاني، والعجيب في الموضوع انه لما بيقع بيعلنوا فوز موري بعد ده كله، وبيقول لاصحابه ان ده اكيد مش التشاريوك، وإليبيو بيرجع لطبيعته ما بيبقاش فاكر حاجة من اللي حصل، وبارك قال لسان ان ابو 9 ديول خسر، فقال له امال كانت طاقة ايه دي، فقال له واضح ان لازم ناخد بالنا، وبيرمي له السكرتيرة ويسيبه ويجري،
وبيتصل بحد وبيقول له يحمل مفتاح كويس، فقال له انه محتاج فحص طبي الاول، والمندوبين بيكونوا دغدغوا جماعه التشاريوك، وبيقول له ان المفروض يتحركوا قريب، فقال له يخليهم يستنوا في المكان المحدد عشان منداك بيخطط لحاجه. وإليبيو بيروح يتعالج وبيتأسف لاصحابه انه خسر وان قوته ما كانتش كفايه، فقالوا له لا يا عم ده انت عملت اللي عليك وزياده، وتقريبا دي اللي تشاريوك. وصاحبته قالت له انت كده وفيت بوعدك ولا لا؟ فقال لها شويه منه تقريبا، عشان الوعد ده ما ينفعش نوفي بيه على طول كده. ودخل عليهم عم موري وحدف له كان يبر بيها نفسه. فالبت قالت جبنا في سيره القط جاي نط، وطمن عليه وقال له انا احسن منك دلوقتي، بس بعمل اللي قالوا لي عليه الممرضات. وقعدوا يحكوا ويهزروا ولا كأن حصل حاجه. والبت بتسكتهم وتقول لهم انهم لازم يبقوا اهدى عشان يتحسنوا. فقال له ياما يا عم دي بتخوف زي ميرا، فبيوزع صحابه يجيبوا حاجه يشربوها، وقال له قول بقى اللي جاي عشانه. فسألوا عن جده، فقال له انه مش عارف مكانه ولا لازم يفوز عشان يوصل لمعلومات عن مكانه ينقذه. فعرفوا ان تيك هيكون خصمه في النهائي وانه صعب قوي، بس لو حد هيقدر يكسبه هيكون هو. فقال له انه عايز يقاتله تاني بعد ما المسابقه تخلص. فبيفتكر لما شافه هو بيبي قال له بس يلا ومن هنا ورايح انا اخوك الكبير إليبيو. وهندان بتلاحظ حاجة غريبة وبتخاف على جوج، وتيك بيكون عنده وبيحاول يقاتله بالبروز اللي في ايده عشان ما عندوش وقت يضيعه مع واحد زيه. والبت بتحاول تلحقه فبيعلقها مش وقتك خالص يعني، فالبروز اللي في جسمه بتدخل فيها وبتفطس خلاص. وبعدها صحابه بيرجعوا ما بيلاقوش موري، وفجأة بيلاقوا الأوضة اتهدت عليهم وتيك دخلهم واترموا في الأرض، وبيدخل عليهم وراه وحش بيقول لجده إنه قوي مش هيخسر. فبيعرف انه جوكوك، وكمان بيطلع له حبل وبيمص الناس اللي معاهم. فإليبيو بيقول انه ما ينفعش المهزله دي تطول وبيقوم يجري منه. فتيك بيضربه بالبروز وقال له لا سيبهولي ده بتاعي انا. فبيتعصب وحباله بتكتر وبيعلق بيها صحابه، وهيندان بتفوق وتطمنه انها بخير. وفجأة تيك بيخلص عليه في ثانية وبيقع منه، وصاحبه دراعه بيطير، وكمان سونجا بتلاقي رجلها اتبطرت فبتفتكر صاحبتها وتنهار. وبعدها سام بيروح للزعيم وقال له ان المفتاح بقى قدامه خلاص، وبيبدأ وقت التطهير. وبتطلع حاجات المندوب بيقول ان الواحد منهم ب10 مليون ين. وإليبيو بيستحلف له على اللي عمله مع صحابه، فقال له حصلت قبل كده يا حلو وانا اتغيرت كتير. فبيتعصب عليه وبينط بيه من البرج. وبارك بيكون متابع كل حاجة بتحصل وبيعلن انتهاء البطولة خلاص، والشلة الحلوة بيبقوا واقفين ومش عارفين ايه اللي بيطير ده. وسام اتحمس وقال ان زعيمهم نازل خلاص وكده بقت بداية النهاية. ونزل وحش ضخم من السماء، وهيندان بتعيط على جوكوك عشان خلصوا عليه، وجده بيوعده انه هياخد حقه من اللي خلفوهم ولو على رقبته. وتيك بيفتكر لما امه سابته لراجل عجوز غني عشان يربيه كويس ويعيش حياة حلوة، والراجل قال له انه مش مهم عنده يبقى بينهم رابط دم، وانه واثق جدا في قدراته ودي اهم حاجة، وكمان عنده كل المؤهلات اللي تخليه وريث لكل حاجة عملها. وبقى زعلان قوي وهو شايف امه سايباه وماشيه، وقال له يفتكر كويس ان اللي زيهم بيعتبروهم خسرانين. وكمان بيفتكر إليبيو وهو بيضربه جامد عشان يعتذر، وبعدها روح والراجل قال له ان الخسران دايما بيدور على حجه لخسارته. فقال له بس كان عايز يكسب من البدايه. فقال له طب ما هو بيحرص على تحقيق المكسب بقى يا ابني بلاش غباوه. ووقتها خد قوه لتشاريوك من سان ووعد ابوه انه هيورث قوته وفلوسه والعالم كله كمان. طلع له وحش بلعه وهو قاعد، فبيواجه بقى إليبيو بس المرة دي أقوى بكتير، ونزلوا طحن في بعض. لقوا بيطيروا كمان يا حلاوة، لقوا بيضربوا بعض بالشلاليت في الجو. بتتعمل ازاي دي يا شباب؟ وبيرجع يقف ورا وبيسيب عليه وحوش ضخمة الواد ما بيجيش قد دراعهم، وبيفتكر صحابه اللي حصل فيهم فقوته بتتضاعف وبيتحول لوحش. السنان دي يا عم لا، وبيعضعض بيها كمان. وسونجو بتروح تشوف ايه اللي حصل لاصحابها وبتكون قربت تخف خلاص، بتشوف رجلها وبتكرر اسم إليبيو وهي خلصانه من الوجع. والتنانين اللي بتطير دي ماليه الدنيا، وده كل اللي همه قاعد بيعد ووصل سعرهم وصل لكام مليون. وقوق بيركب على التنين مجنح وبيطير بيه وبيقعد يبخ نار ولا كأنه راكب ميكروباص. وبيلاحظ الزعيم بينزل فعلا ومعاه علامة بارك، وقال لموجين انه جه متأخر والمفتاح بيقدمها ومش هيسيب في العالم ولا شبر. وميرا بتشوف العلامة بتقول انها اكيد التشاريوك بتاعت حد، وفجأة بيلاقوا تاكا بيتهبد مثل الارض ومتبهدل. وإليبيو بيكون اتحول عليه بقى ومش رحمه ضرب يمين وشمال لما وشه اتهرى، وافتكر جملة أبوه إن اللي زيهم بنقول عليهم خسرانين، فابتسم وطلع له وحش يبلعهم وقال إنه عمره ما هيبقى خسران. وكلهم بيشوفوا المنظر، فبارك قال بس هو ده المفتاح يا عم اقعد بقى يا عم. والواد بيكون رجع لطبيعته تعبان قوي، والتاني هو اللي بتحول المنظر ده، وكمان بيقول إن المفتاح هيبقى ليه
وبيلاقي الاشباح اللي بتطير دي والراجل العجوز ده بيطاردهم. انت بتعمل ايه يا حاج؟ وسان بيمسك المفتاح ما بيبقاش مصدق انه وصل له، وفجأة بيتضرب وبيقع منه، وموري بيلاقيه وقال هو ده بقى اللي قلبين الدنيا عليه. والتانيين بيحاولوا يسعفوا إليبيو بس بيكون بينزف جامد، وتمثال الزعيم بيتقسم وينزل منه بني آدم ضخم جدا. والواحد اللي كان بيبتز بارك في الأول قالوا له إنهم لازم يلغوا تحالفهم، وإنهم ما ينفعش يستلموا حاجة زي كده في وسط العلم الكبير اللي العالم وصل له. ده شغل زعمة قدام يا عم، حاجات تافهة يعني، وأنا هثبت لك تفاهتها. وبيتكلم في التليفون وبيقولوا إن دي مهمتهم في حماية العالم، وبتليفونه ده بيبعت 567 صاروخ نووي يستهدف المجال حوالين سول. ورئيسة البلد بتترعب وبتقول إن بارك شكله كده عايز يمحي الدولة من على الخريطة، والحارس بتاعها قال لها إنها لازم يستخبوا. وبارك ما بيبقاش قادر يكسر القيود اللي قدامه عشان محتاج المفتاح، ونظام دعم الحماية بيكلمه وبيبلغه إن الجيش الأمريكي بعت له شوية صواريخ نووية كده يسلك بيهم سنانه، والحلوين لسه مش عارفين يعالجوا. فقال لهم خشوا يلعبوا جوه يا حلوين عشان اللي هيحصل مش هزار. وكلهم بيطيروا من قوة الضغط وبيلاقوا نفسهم في عالم تاني. وموري بيدور عليهم، ما بيبقوش عارفين إليبيو فين، بس أكيد جه معاهم بما إنهم موجودين مع بعض. وهان بيعمل لهم حركة مية مشبعة عشان تعالجهم لما يقعدوا شوية فيها، ودي مهارة اكتسبها من التشاريوك وكان ناوي يخبيها لحد لما يبقى زي القرد فيها، بس الظروف حكمت بقى وقال لميرا إنهم لازم يدوروا على الباقي. وبيكونوا الباقيين مع بعض ومش عارفين يفوقوه برضه، وبيقول معقول كل ده من تاك؟ فعرفته انه مركز معاه من زمان وبيراقبك انت كمان عشان عايزاه يبقى قوي لدرجة انه يهزم تاك هو كمان. والواد بيفوق اخيرا وبيشوف البتاع اللي معاهم ده وبيبقى مش عارف ايه ده، بس حس بقوة فظيعة جدا فيه، وبيقول له انه عايز يحتفظ بيه معاه ولو تيك خده هتحصل مصايب سودا. والاخبار بتذيع ان في طيارات مجهولة بتقرب من سول، وبينصحوا الناس يستخبوا في مباني متينة او في مترو الانفاق. والدنيا بتتزحم جدا والدفاع المدني ما بيبقاش عارف يودي الناس دي كلها فين، سول زحمة جدا، والتنين بيكون لسه طاير وبيجري ورا الاجسام الغريبة دي عشان فبتهبط على الارض وبيجري من عليه والتنين برضه وراه. انت لسه بتعد في الفلوس يا عم، تهدي بقى. وسان بيعرف بارك ان مفيش امل للناس ابدا انهم يهزموا الزعيم ولا بعد 100 مليون سنه. وتاك بيجي للتانيين بزعابيب ويسالهم على المفتاح، وبيعملوا نفسهم من بنها وما يعرفوش حاجه، وبقوا يقولوا لنفسهم ان مستحيل ينطقوا. فبيوريهم جمال عفاريته بقى وبيوروا له التشاريوك بتاعتهم، وموري بيكون بيدور عليهم وبيلاقيهم فطسانين في الارض. والتاني بيساله عن المفتاح فبيعمل نفسه من بنها هو كمان، وبيساله عمل فيهم كده ليه؟ فقال له عشان هم خسرانين وانا كسبان وهفضل كسبان على طول وهستولى على كل حاجه، هات المفتاح بقى. ووقتها بتكون الناس بتجري، وسان بيعمل له اشعه غريبه وقال له ان ده هيخليه يقبل بالزعيم، ومحدش بيبقى مستحمل القوه فعلا لحد لما بيحصل انفجار. وسان بيبقى فرحان جدا انه اخيرا نازل والزعيم بينقل الناس النقيه كلها لعالم تاني. وتاك بيكون عاجن موري عشان المفتاح ونازلين في بعض شلاليت لحد لما الواد بيقول ما بدهاش بقى وبيعمل له حركه التنين الازرق. فبيطلع له الوحش بتاعه وقال له هات المفتاح بطل عبط يالا. والناس ما بيبقوش عارفين هم فين، والعجوز قال لهم ان الوحيد اللي يقدر يعمل كده جي سان، وقالوا له يبص فوق ولقوا الكائنات اللي بتطير دي كمان موجوده. وسان بيقابل جي سان اللي هو من الستة وقال له انت كده نقلت كل سكان سول لعالم تاني مش كده؟ فبيعمل له اسفين مقدس يقدر يخترق الزعيم نفسه، وبيتعمل تمثال ضخم من وشوش وبيخبط السيف. وبيكمل مهاراته بقى وحركات كلها رعب. هتعمل ايه تاني يا عم؟ وبيقدر يجيب صخرة ضخمة جدا تزق التمثال كويس، وقال له انه هيبقى حق حفيده وهياخده معاه في الباي باي، والبلد كلها بتنفجر تقريبا. وتيك بيكون هيهجم عليه وفجأة بيتنقل لمكان تاني وبيلاقي وحش غريب جدا وبيقع قدامه سان وبيسأله عن المفتاح برضه، وفجأة حبال بتتلف حواليه وبيترفع وبتنزل قدام صحابه كمية وحوش زي الدبش عشان تمنعهم من مساعدته، وبيقدر بالحبال ياخد منه المفتاح وقال بس كده انا هتفوق على كل حاجة حتى الزعيم. وموري بيبص بيلاقي بيبي بيحبي وبتطلع له جناحات وبيطير. ايه الشغل ده يا جدعان؟ ده البيبي بيتحول لتيك وقال لهم هتموتوا. والسكرتيرة قالت لبارك انه واضح ان اللي نزل الزعيم من السماء جون جي سان ومفيش اي استجابة منه ولا من منداك، وكده مفيش غير الاطفال اللي اتبعتوا للمملكة المقدسة. وتيك بعد ما تحول قال لهم ان قدروا انه يستنزف اي حاجة قدامه، فهن قال له دي قوة المفتاح دي ولا ايه؟ وموري بيفتكر المناظر كلها قدامه وبيتنح من التوتر، وهان بيكون قلقان على سونجا والباقيين. فميرا قالت له انهم اكيد وصلوا لحدود طاقتهم دلوقتي عشان التشاريوك كانت بتحميهم كل ده.
ولازم نرجع عشان نشوف إليبيو. فخبطهم بالبوكس طيرهم، والبت قامت له بقى بسيفها العظيم واسلوب ضوء القمر، وبقى يفرد دراعه بس بيطيرها هي والارض. والبيت تاني جه يلمسه بس دراعه اتخلع، وقال لهم ان مفيش فايده من اللي بيعملوه ده، وان مصير كل اللي بيزعل الزعيم الموت. فقال له هدفعك تمن اللي عملته لإليبيو وسونجا واختها ودي وميرا وليله كبيره قوي ساعتك. وانفعل وقال له انه لازم يعتذر ليهم كلهم، ونط على الارض جامد وسخن عليه بقى، وافتكر الراجل والعجوز وهو بيقول له ان في مهاره قويه جدا تقدر تصحي فيه قوه ما بتنتهيش، بس الجسم ما بيقدرش يستخدمها في كذا نقطه مره واحده، زي السعي للقوه والسرعه مره واحده ما ينفعش. وبيتعصب قوي بيجري وبيطير له كمان، ويا عيني كل ما الواد يلمسه يرزعه بالبنيه وبيطير بسرعه رهيبه. فميرا بتسخن هي وهان عليه وبينضموا للقتال وبيعملوا ضربه التنين المزدوج ومفيش فايده. بيجروا وراهم بالضوء بتاعه وفلق يالا ده جامد قوي، وبيبعت لهم وحوش ضخمه وكف واحد ده الواد في الارض، والبت بتيجي تاخده وتهرب. فبيجي لهم وقال لهم انهم ما يفتكروش انه ممكن يرحمهم، وبيرمي تيج بسهم احمر في ظهره، فقال لهم اهربوا انتوا. وفي مجموعه رجاله بيقولوا للزعيم ان تحضيرات الهجوم خلصت وعايزين بس الاوامر منه، فقال لهم ملوش لازمه الهجوم، وبيطلب منا اشاعه انها تتمدد، واخترقت المجال وكسرت السهم الاحمر اللي في ظهر الولع. وموري بيمشي وتاك ما بيبقاش مصدق ان الواد ده هو حامل مفتاح، وبيجي ايده على حيط بس بيفك المفتاح، والكل بيبقى واقف مش مصدق. والعجوز بيستغرب اللي رباه تيجين ده يا حلاوتك يا جمالك خليت لي الحلوين ايه ده، مفيش في شطارتك بشهادة الكل. وبعدها قال للحيط تصغر فبقت عصاية، ولا سحر ولا شعوذة، وقال له وريني بقى، وهجم عليه بقوة وكملوا ضرب وهم طايرين، والنار بقت تطلع حواليهم من الضرب، لحد لما برضه جاب له وحوش وما بيقدرش يعتمد على نفسه العبيط. فالواد بقى حريف وبقى بيتنطط فوقهم وبيتزحلق عليهم من واحد للتاني، وادى الوحش في وشه بالعصايه، ما هو بقى حريف وبيقابل تيك تاني، ودوخوه بقى دوخونا معاهم من كتر اللف والدوران، لحد لما بيمسكوا من رقبته وقال له انه القوه كلها تحت ايده ويقدر يخلص عليه. فبيؤمر العصايه انها تطول وبتطيره لسابع سما، وبيبدا بقى يديله كل ضربه والتانيه لواحد من صحابه، لحد لما بياخد حقهم وبيوقعوا على وشه، ويقوم بكل غيظ ويقول انه مش ممكن يخسر. فبيرفعه بقوه عجيبه وبيطلب من السماء ترعد، لحد لما التاني بنهار وبيبقوا شايفين من بعيد مش مصدقين عينيهم. وبارك قال له انه كده قوته مش مستعاره ابدا، ده هو كده زعيم بشحمه ولحمه. وتيك بيرجع لطبيعته وبيقع على وشه، وبيجي واحد لسان بيقول له ان المفروض ينسحب احسن له. وبعدها صحابه بيشكوا انه اتغير بس بيلاقوه جعان، فقالوا لا لا اكيد هو مهري، وبيكون ناسي كل حاجه، والبتاع اللي في دماغه ده بيبقى هيفرتكها من الوش ومش عارف يخلعه. وتيك بيجيله تاني وبيطلع من جسمه ناس تانية يخرب بيته، لحد لما بيتحول لوحش، والتلاتة بيقوموا يقتلوه. وبيحاول يجيب العصاية تاني بس ما بيعرفش، وفجأة بيلاقي ليبيو ماسكه وقال له يعتمد على أصحابه شوية بقى، وكلهم بيتكاتفوا مع بعض وبيقابلوا البتاع اللي ما بيموتش ده، وبيجروا يمين وشمال لما بيدوخوه، وبيطلعوا على بعض كمان عشان يطولوا، واستخدموا كل أساليبهم المختلفة عليه. وليبيو بيضربه بمسيرة ال100 شيطان الليلية، وبيجري على حصان عشان يلحقه، وكمان بيوقف موري على رجله عشان ينط نطة عالية، وبيقول خلاص جه وقت التنين بتاعي، وبيحدفه. وبيظهر ان جده ابتسم، الظاهر مزجوا الحوار ده، وتنين واحد ما بيقدرش عليه بيحدف له اتنين. والنهار بيطلع على الناس في الشارع وبيكونوا شايفين التنانين، وتيك بيطلع عليه النهار وبيلاقي ليبيو راح يمديله ايده، فبيقول له سيبني يا معفن، والوحش اللي عليه بياكله والارض بتبلعه. وبعدها بيلاقي حاجات كده في الجو بتتجمع وتيجي في ايده، فبيقول معقول ده المفتاح، واتحرر من تيك. والبت اللي اعجبت بهان قبل كده كانت ماشيه تايهه، وفجاه دست على صوره خريطه، والاستاذ ده صحابه جولوا يطمنوا عليه وقال لهم انه بخير. وجات لهم واحده شايله البت وقالت لهم انها صحتها من النوم قبل اسبوعين من ميعاد صحيانها. ايه يا اختي هي نومه اهل الكهف يعني، وبتمشي تلوم جين على تدميره للمدينه كلها، وانها ياما حذرته قبل كده من الموضوع ده. وموري قال لها انت مين بقى، قامت رزعته بالبوكس رجعته عيل صغير تاني. ما هو دي مش طريقه تحيه خالص بقى، انت ما فيش ادب خالص ولا ايه يا ولا. وكملت ضرب فيه، وقالت لهم ان واضح ان الهدف الاساسي من زعيم الثانويه اتحقق، وانتوا الثلاثه اللي باقيين، فده يخليكم انتوا الكسبانين، وانا بقى كيم اونيو وجيت عشان احقق اي امنيه للكسبانين. فموري ما صدق وطلب انها ترجع له جده، فقالت له انها ما تقدرش ترجع الميتين تاني للاسف. فبيقولوا لها خلاص عالج اللي اتصابوا في المسابقات ورجعيهم زي الاول، وفعلا رجعتهم تاني زي الاول. وبعدها بترجع صغيره تاني وقالت له طاقتي خلصت صحيني بعد اسبوعين بقى يا حلو.
وقالت على جده انه حي فبينام من الفرحه بعد ما اطمن. وبعد 3 شهور العجوز ده بقى بيكون بيسقي الزرع خمره باين ولا ايه، وبيقول للتاني انه سمع ان اونيو صحيت، فقال له وانا سمعت انه عيطت 3 ايام عشان رفضتك، فنزل فيه ضرب من الغيظ وشافتهم بنوته صغيره ومشيت. وبارك بيكون بيصلح اللي اتخرب في البلد، والمشكله كلها في نفسيه الناس اللي باظت، بس الموضوع ده هياخد وقت وهيروح لحاله. وقال انهم لازم يستولوا بقى على البلد في الانتخابات الرئاسيه اللي جايه، والبلد كلها ووسائل الاعلام بيكونوا بيحيوا سان معرفش على ايه، وموري زي ما هو بيصحى مخضوض وبيلاقي اصحابه بيطبخوا له وقالوا له انت فعلا نمت زي ما اونيو قالت 3 شهور بحالهم، فقال لهم انه صحي عشان واقع من الجوع مش اكتر، وبيقعد ياكل وهو فرحان. وهان بيسال على إليبيو والباقيين سافروا ولا لا، وبالفعل بيكون سافر، وشافوا صورته على النت عشان اونيو بتكون قالت له ساعتها ان لو انت حامل مفتاح فاجزاء انتشرت في العالم كله فلازم تجمعهم باي حلو. فسالها ايه هو المفتاح اصلا، فقالت له انه قوه انعمت على البشر عشان تسمح لهم بكسر المحرم، زي مثلا ان البشر ما يقدروش يقتلوا ويخلصوا على الزعماء، وده تأييد حطيته الزعماء اللي خافوا من قوة البشرية، والبشر بالمفتاح ده هيقدروا يعملوا أي حاجة بقى. وبيكون لسه البيبي بياكل ومش فاكر حاجة برضه، فصاحبه قال إن بناء على كلام أونيو فذكرياته اتختمت ومش هيقدر يفك الختم ده إلا لما يروح بلد ستين تايسي. فبيفرح أو بيقول قشطة يلا بينا، وهان كمان بيتحمس عشان الحوار ده هيخليهم يتدربوا شوية، وبيتفقوا انهم هيروحوا هما التلاتة عشان يبقوا اقوياء سوا. وبيبص للسما بيقول لجده يستنى وانه رايح عشان خاطره. وكده بنوصل لنهاية ملخص في حكاية موري يا اجدع متابعين في الدنيا. لو لسه جديد معانا يا صديقي انزل اشترك دلوقتي وفعل الجرس مع اللايك الجميل منك وتعليق عرفنا فيه بتتابعنا منين، وانضم لجيش متابعين انمي كليب الجامدين، ونشوفك على خير في الملخص الجاي.